السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة مراجعة المنهج بالكامل اللي انتوا طلبتوها، احنا ما نقدرش نرفض لكم طلب. المهم بقى جهز نفسك، كوباية الشاي بتاعتك، قهوتك الجميلة اللي انت بتحب تشربها، قلمك، المفكرة بتاعت كتاب الامتحان، ويلا بينا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك، الشير، سبسكرايب، صلى على الرسول. يلا بينا دلوقتي بقى أولادنا وحبايبنا، احنا هنبتدي نراجع مع بعض على أهم الأسئلة في كل وحدة. ركز يلا معايا ونبتدي ونسمي الله، وما تنساش تصلي على رسول الله. احنا هنبتدي اول وحده عندنا بنتكلم فيها على سكان قارتي اسيا واوروبا. تمام، وتعالى نشوف يلا اهم الاسئله. اول حاجه احنا بنشوف التركات اللي ما بين السطور. قال لك ان عدد سكان قاره اسيا كان بيزيد بشكل سريع جدا بسرعه فائقه مقارنه بقاره ايه؟ بقاره اوروبا. يبقى هنا في قاره اسيا في ارتفاع ملحوظ في معدل المواليد على عكس قاره ايه؟ على عكس قاره اوروبا. طيب تاني نقطة بيقول لك ايه العوامل المؤثرة في النمو السكاني بقارة اسيا وقارة اوروبا؟ قال لك ان انت اول حاجة عندك معدل الزيادة الطبيعية وكمان الهجرة اللي هي الزيادة غير الطبيعية. يبقى هي ايه اللي بيأثر في النمو السكاني؟ حاجتين: زيادة طبيعية، زيادة غير طبيعية. الطبيعية ارتفاع معدل في المواليد، غير الطبيعية تبقى الهجرة. طيب قال لك وفي نفس الوقت النقطة عندنا الثالثة بيقول لك ان اقترب معدلي المواليد والوفيات بقارة اسيا الاثنين بقوا قريبين من بعض من المعدلات العالمية، يعني بقوا قريبين من المعدل العالمي. طيب قال لك بعد كده قال لك بينخفض المواليد بقارة اوروبا عن المعدل العالمي، بينما يرتفع معدل الوفيات عن المعدل العالمي. قارة اسيا عندها تيارات هجرة غير شرعية بتيجي منين؟ من اثيوبيا، وكمان منين؟ من الصومال. بيروحوا ازاي؟ عن طريق ايه؟ خليج عدن. بيروحوا فين؟ بيروحوا اليمن. طيب بعد كده بيوصلوا فين؟ بيوصلوا دول الخليج العربي. طيب تتعرض قاره اوروبا لتيارات هجره غير شرعيه وتعد ايطاليا واليونان. ايطاليا والايه؟ واليونان هم اكتر الدول استقبالا للمهاجرين غير الشرعيين. طيب ده بيدخلنا في نقطة جديدة اللي هي اسمها حاجة اسمها المشكلة السكانية أو المشكلات السكانية، سواء في قارة آسيا أو قارة إيه؟ أو قارة أوروبا. قال لك قارة آسيا عندنا انخفاض في معدل المواليد وزيادة عدد كبار السن في بعض الدول. طيب قال لك وعندي نمو سكاني متزايد. واما الشكل الثاني بقى من المشكله نمو سكاني متزايد وارتفاع الكثافه السكانيه في بعض الايه؟ في بعض الدول. طيب احنا انخفاض معدل المواليد ده اللي هي فين؟ في قاره اوروبا. عشان كده عندنا الامثله فرنسا، يابان، ايطاليا، كوريا الجنوبيه دي تابعه لاسيا. تمام، يبقى احنا كده عندنا في 3 في اوروبا، وفي عندي دوله واحده او بعض الدول اللي بتعاني في قاره اسيا من انخفاض معدل الايه؟ المواليد وزياده عدد كبار السن. لكن لو بصينا ان النمو السكاني المتزايد بنسبه كبيره وبشكل واضح هنلاقيه في قاره اسيا. فين بقى؟ قال لك زي الصين، زي اندونيسيا، زي الهند. سن التقاعد اللي هو انت عارفه بالبلدي بتاعنا المعاش. قال لك ايه المعاش ده وايه سن التقاعد ده؟ قال لك ده العمر الذي يسمح فيه للعامل الموظف او العامل بانهاء خدمته الوظيفيه، وغالبا لا يقل عن 60 عام، ما بيقلش عن 60 سنه، وبيبدا في استحقاق المعاش ان هو يستلم مستحقاته من المعاش اللي هو بيعيش عليه وفقا لقوانين الايه؟ قوانين العمل. صلى على رسول الله. دلوقتي هنعمل مقارنه بسيطه ما بين قاره اسيا من حيث عدد السكان، اعلى القاره سكانا، المرحله او من نظريه التحول الديموغرافي انهي مرحله في كل قاره من القارات بتمر بيها. صلى على رسول الله. هنمسك اول حاجه قاره اسيا قدام حضرتك، لازم نفصصها. اول قارات العالم من حيث السكان هي اسيا، يبقى هي رقم 1. طيب عدد سكانها بيزيد على ايه؟ بيزيد عن النصف. يبقى اسيا رقم 1 عدد سكانها بيزيد عن النصف. طيب قال لك اعلى دوله الهند. تمام، ده في اسيا وفي العالم. طب الصين تاني دوله في اسيا وبرده فين؟ في العالم. قال لك طب ايه المرحله من نظريه التحول الديموغرافي اللي هو التحول في شكل السكان او في عدد السكان؟ تمام، قال لك ان قاره اسيا بتعيش في المرحله الثالثه. طب المرحله الثالثه من نظريه التحول الديموغرافي دي بتتسم بايه؟ قال لك انخفاض مستمر في معدل الوفيات مع انخفاض في معدل المواليد الاثنين. وده في الاخر بينتج عنه ايه؟ قال لك بينتج عنه انخفاض الزياده الطبيعيه للسكان. طب قاره اوروبا قال لك دي 3 قارات العالم من حيث عدد السكان.
بيقل عدد سكانها عن عشر سكان العالم. اولى الدول روسيا في اوروبا بس، المانيا تاني الدول في اوروبا بس، لكن هي في المرحله الرابعه، والمرحله الرابعه دي عندها انخفاض في معدل المواليد وانخفاض في معدل الوفيات بشكل كبير. عشان كده هي تقريبا داخله على المرحله الكام؟ المرحله الخامسه من نظريه التحول الديموغرافي. صلى على رسول الله. لما نتكلم على توزيع السكان يبقى انا بتكلم ايه المناطق اللي السكان بيتعيش فيها، او هل في مناطق مثلا ببتدي اقسمها لمناطق مرتفعه الكثافه السكانيه، مناطق متوسطه، مناطق منخفضه او نادره. فقال لك لما بصينا لقاره اسيا لقينا ان احنا عندنا مناطق كثافه سكانيه مرتفعه زي ما قلت لحضرتك، تمام؟ عندك سهول فيضيه زي نهر اليانجستي، سهول الجنج او نهر الجنج، جزر ذات تربه خصبه، يا اما مناطق صناعيه. يبقى كده من الاخر الخص الثلاثه دول ان المناطق اللي بترتفع فيها الكثافه السكانيه هي مناطق سهول فيضيه او جزر ذات تربه خصبه او مناطق صناعيه زي اللي موجوده في شرق وجنوب شرق اسيا. قال لك لما بصينا برضو لاسيا لقينا ان فيها مناطق متوسطه الكثافه السكانيه مش مرتفعه. قال لك طب فين؟ قال لك جنوب شرق اسيا. جنوب شرق ايه؟ جنوب شرق اسيا. طب مناطق منخفضه؟ قال لك مناطق منخفضه يعني سهول سيبيريا، يعني شديده البروده. شديده الايه؟ شديده البروده. طيب وقال لك كمان المناطق الجبليه والهضبيه ذات التضاريس الواعره. الواعره دي كلمه صعيدي يعني او كلمه لغه عربيه احنا كصعايده بنقولها كتير. واعره، واعر يعني صعب، تمام؟ وقال لك برضو المناطق الصحراويه زي شبه الجزيره العربيه. طيب لما بصينا بقى لقاره اوروبا قال لك برضو هنلاقيها حوالين السهول الفيضيه يعني الساحل الاوروبي العظيم، يا اما مناطق صناعيه موجوده في غرب اوروبا. طب مناطق كثافه سكانيه متوسطه قال لك وسط وشرق اوروبا. طيب لو مناطق منخفضه يبقى مناطق شديده البروده زي شبه جزيره اسكندنافيا، او المناطق الجبليه والهضبيه الواعره، تمام؟ والتربه الفقيره. طيب صلوا بينا على النبي. دلوقتي تعال نفكر واحده واحده كده مع بعض اسئله بما تفسر في الوحده دي او في الدرس ده بتيجي شكلها عامل ازاي. احنا عندنا اول حاجه ان احنا عندنا ارتفاع في معدل الزياده الطبيعيه. اول سؤال عندنا بيقول لك بما تفسر ارتفاع معدل الزياده الطبيعيه بقاره اسيا لعام 2025. ليه في السنه دي ارتفع معدل الزياده الطبيعيه؟ سهله جدا، هو ايه؟ بسبب المواليد. الناس بقت تخلف كتير وبالتالي انخفضت الوفيات او ما انخفضتش او زادت المواليد عن ايه؟ عن الوفيات. يبقى هو ارتفاع معدل المواليد عن معدل الوفيات بكل سلاسه وبكل سهوله. قال لك في نفس الوقت استمرار بما تفسر استمرار انخفاض معدل المواليد. استمرار انخفاض معدل الايه؟ المواليد في قاره اوروبا في الاونه الاخيره، في الفترات الاخيره عن المعدل العالمي بسبب كم حاجه؟ بسبب 4 حاجات. اول حاجه تاخر سن الزواج، زياده مشاركه المراه في سوق العمل، ارتفاع مستويات التعليم، تفضيل الاسر صغيره العدد. طيب 3 قال لك بما تفسر ارتفاع معدل الوفيات بقاره اوروبا عن المعدل العالمي ب 2025. ما دام شفت كلمه وفيات اعرف ان هي قصادها هيجي لي ايه؟ كبار سن. يبقى ارتفعت كبار السن فارتفعت معدلات الوفيات، يبقى بسبب ارتفاع كبار السن. طب رقم 4 قال لك اتسمت معدلات الزياده الطبيعيه بالسالب يعني بالنقصان، تمام، في قاره اوروبا لعام 2025. ليه؟ ليه الزياده الطبيعيه بتقل او الزياده الطبيعيه بقت بالسالب؟ بسبب ايه؟ ارتفاع معدلات الوفيات. وفيات بقى اكتر من المواليد، فالزياده الطبيعيه بقت بالسالب ما بقتش بالموجب، بتقل ما بتزيدش، تمام؟ قال لك بما تفسر تزايد عدد سكان قاره اسيا بسرعه اكبر من قاره اوروبا بسبب ارتفاع معدل الزياده الطبيعيه في قاره اسيا، تمام؟ يعني عندهم ارتفاع في المواليد عن الوفيات، لكن قاره اوروبا بتعاني من معدل الزياده الطبيعيه بالسالب. يعني معناها ان ارتفاع معدل الوفيات بيكون اكتر من الايه؟ من المواليد. يعني اسيا عكس اوروبا، اوروبا عكس اسيا. صح لي الكلام كويس معايا؟ صلى على رسول الله. طيب بعد كده بيقول لك هنا بما تفسر هجرة السكان لقارة آسيا خاصة دول الخليج. ليه اشمعنى دول الخليج بالذات؟ لأن فيها فرص عمل. ما دام شفت كلمة هجرة واللي بيروحوا المكان ده معين عشان أكيد يا فرص عمل، فرص تعليم، يا إما دي الحاجات اللي بيدور عليها الشخص اللي بيهاجر.
صلى على رسول الله. بيقول لك تؤثر الهجره بشكل كبير على النمو السكاني في قاره اوروبا. بتعوض النقص. يبقى الهجره الوافده لقاره اوروبا تعوض نقص عدد السكان. أنا دلوقتي عندي انخفاض في معدل المواليد وعندي ارتفاع في معدل الوفيات نتيجه ارتفاع ايه؟ كبار السن. تمام؟ ففي نفس الوقت انا عندي نقصان، عندي تناقص في العدد او في الايه؟ او في الافراد او ايا كان سميها زي ما تسميها. انا عندي ايه؟ تناقص في عدد السكان قليل. طيب لما يجي لي ناس من بره تهاجر ليا يبقى كده بتفيدني ولا بتضرني؟ بتفيدني. يبقى الهجره لاوروبا بتفيدها بالايجاب، بتؤثر عليها بالايجاب. طب الهجره لاسيا تؤثر عليها بالسلب. صلى على رسول الله. طيب 8 قال لك بما تفسر تعد قاره اوروبا من القارات الجاذبه للمهاجرين عن مختلف دول العالم. اول حاجه بسبب ان هي فيها فرص عمل، فيها فرص تعليم، فيها عوامل امان للاجئين. بيقول لك بتعتبر جزيره جاوا وجزر اليابان من المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه. ما دام شفت كلمه جزر، ما انا جيت لما كنا بنتكلم على توزيع السكان قلت لك انت كمواطن بتدور على سكن، انت هتدور على ايه؟ هدور على سهول فيضيه اعيش حواليها، صح كده؟ طب ما لقيتش هدور على جزر تكون ذات تربه خصبه. طب ما لقيتش هروح ادور على وظائف، فهروح مناطق صناعيه. اول ما اشوف كلمه جزر سواء جزر اليابان او جزر جاوا ايا كان يبقى هو بسبب وجود او توافر تربه ايه؟ تربه خصبه. 10 بما تفسر قله عدد السكان في المناطق الشماليه بقاره اسيا وقاره اوروبا. او شكل تاني من السؤال بيقول لك ان سهول سيبيريا وشبه جزيره اسكندنافيا من المناطق ذات الكثافه السكانيه المنخفضه. هي موجوده فين؟ في شمال اسيا وشمال اوروبا. طب شمال اسيا وشمال اوروبا دي مناطق شديده البروده وفيها كمان صعوبه في المواصلات وتربه متجمده طوال العام. طيب 11 قله عدد السكان في بعض المناطق الجبليه والهضبيه بقاره اسيا واوروبا. ليه؟ تضاريس وعره يعني صعبه، تربه فقيره. تربه ايه؟ فقيره. بيقول لك بما تفسر تعتبر شبه الجزيره بقاره اسيا من المناطق ذات الكثافه السكانيه المنخفضه والنادره. ليه؟ لانها مناطق صحراويه. مناطق صحراء يبقى فيها جفاف، يبقى فيها ندره مياه، يبقى فيها صعوبه في الايه؟ في الطقس. طيب بيقول لك تتخذ دولتي قاره اسيا واوروبا سياسات سكانيه وتبذل جهودا لمواجهه المشكله السكانيه. ليه؟ قال لك عشان تحقق اهداف. طب ايه الهدف؟ اول هدف عايزه تحققه تحقق توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحه، الاثنين يبقوا مكفين بعض، وفي نفس الوقت تحسين خصائص السكان لتحقيق التنميه الايه؟ المستدامه. طيب السؤال الثاني بيقول لك ما النتائج المترتبه على انخفاض معدل المواليد والوفيات في قاره اوروبا في منتصف القرن العشرين حتى بدايه القرن الواحد وعشرين؟ ايه اللي حصل لما انخفض معدل المواليد والوفيات؟ نتج عنه انخفاض معدل الزياده الطبيعيه. وفي نفس الوقت هيحصل حاجه ايجابيه. شوف انا بقول لك ايه؟ ايجابيه يعني حاجه كويسه. تمام؟ اللي هو تحقيق استقرار سكاني يتناسب مع خطط التنميه. طيب ما النتائج المترتبه على ارتفاع معدل الوفيات عن معدل المواليد في قاره اوروبا سنه 2025؟ ان ده هينتج عنه تناقص في الزياده الطبيعيه. كل الكلام بيدور حوالين تناقص الزياده ايه؟ الطبيعيه في قاره اوروبا او قاره اسيا عامه حتى تصبح بالسالب، وبالتالي هتتناقص اعداد السكان في القاره. طيب 3 الهجره غير الشرعيه لقاره اسيا وقاره اوروبا. هينتج عن ايه الهجره غير الشرعيه لقاره اسيا وقاره اوروبا بالنسبه للمهاجرين غير الشرعيين؟ قال لك المهاجر الهجره غير شرعيه ده تمام هيحصل ايه؟ قال لك هيحصل كثير من الانتهاكات على ايد شبكات الاتجار بالبشر اللي هم بيدوروا على الناس اللي هم خلاص والعياذ بالله فقدوا احلامهم وبيدوروا على حياه افضل، فيبتدي ايه؟ يتاجر بيه بقى. ربنا ينتقم منهم. طيب 4 وقوع شبه جزيره اسكندنافيا في شمال قاره اوروبا بالنسبه للتوزيع السكاني. شمال قاره اوروبا يبقى منطقه شديده البروده، يبقى دي اصبحت من المناطق ذات الكثافه السكانيه مالها المنخفضه. بس كده. معاناه دول قاره اسيا من النمو السكاني المتزايد وارتفاع الكثافه السكانيه. طيب ظهر مشكلات هنا. قاره اسيا عندها نمو سكاني متزايد وبالتالي ارتفاع في الكثافه السكانيه، فينتج عنه زياده ايه؟ ان هيحصل ايه؟ ارتفاع في الكثافه السكانيه. طب هيحصل ايه؟ يحصل مشاكل زي ان هم هيزيد الطلب على الميه، هيستنزفوا الميه الجوفيه، هيزيد الطلب على الغذاء والمسكن، في نفس الوقت هيزيد الطلب على الطاقه الاحفوريه تمام والانتاج الصناعي، هيزودوا طيارات او هتزيد طيارات الهجره الداخليه.
طيب ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على الغذاء والمسكن ببعض دول قارتي اسيا واوروبا، اللي هو التوسع في الاراضي الزراعيه، التوسع العمراني على حسب الغابات. ما انا ممكن اشيل الغابات دي والاشجار والكلام ده كله عشان ارض الغابه ارض خصبه واستخدمها في الزراعه، تمام. والمراعي الايه؟ والمراعي الطبيعيه. طيب 7 زياده تيارات الهجره الداخليه من الريف الى المدن في بعض دول قاره اسيا. لما تحصل هجره هيبقى يحصل ضغط على البنيه التحتيه، هتظهر عشوائيات زي الفقر والمرض، وهتظهر كمان معاها مع العشوائيات بعض المشاكل زي الفقر والمرض والايه؟ والجهل. ما النتائج المترتبه على التوسع العمراني على حساب مساحات الغابات والمراعي الطبيعيه في قاره اسيا؟ تدمير الموائل الطبيعيه. الموائل الطبيعيه دي اللي هو المكان اللي بيضم نوع واحد من الكائنات الحيه او من النباتات بس بايه؟ بكميات كبيره، تمام. قال لك وفي نفس الوقت هينتج عنه تهديد في التنوع الايه؟ البيولوجي. طيب 9 زياده الطلب على الطاقه الاحفوريه والانتاج الصناعي في قاره اسيا وقاره اوروبا، نتج عنه ايه؟ تلوث الهواء، وفي نفس الوقت زياده انبعاثات الغازات الدفيئه اللي تعتبر سبب رئيسي في التغير المناخي، وده كله بيأثر على صحه مين؟ على صحه الانسان اللي هم السكان. ما النتائج المترتبه على انخفاض معدل المواليد وزياده عدد كبار السن في بعض دول قاره اوروبا؟ هنا تقلص عدد السكان في سن العمل ونقص الايدي العامله، وده بيأثر بالسلب على معدلات الانتاج والتنميه الاقتصاديه. طيب الدول دي قالت لك ابتدت تاخد بعض الاجراءات ان هي تعمل ايه؟ ترفع سن التقاعد، في نفس الوقت تعتمد على التكنولوجيا، في نفس الوقت تقديم الحوافز الماديه، الفلوس والاعفاءات الضريبيه للاسر، تمام، عشان تجنب عدد كبير من عشان تنجب تجنب ايه؟ صباح الفل. عشان ايه؟ الاسر تنجب عدد كبير من الايه؟ من الاطفال. وبرضه في نفس الوقت تشجع الهجره. طيب النوع الثالث اسئله دلل. السؤال ده بيقول لك انا صح بس هات لي دليل ان انا صح، او هات دليل ان انا الكلام اللي بقوله ده صح. مثلا نشوف اول سؤال. دلل قامت قاره اوروبا بالعديد من الاجراءات لزياده عدد المواليد، عشان تزود عدد المواليد. اول حاجه اوروبا عملت ايه؟ قدمت مساعدات، اعفاءات ضريبيه احنا لسه قايلينها فوق عشان تنجب عدد كبير من الاطفال، منح الامهات اجازات طويله عشان ترعى اطفالهن. طيب 2 تعد ايطاليا واليونان من اكثر الدول الاوروبيه استقبالا للتيارات الهجره غير القانونيه. ليه؟ او قصدي ايه الدليل على كلامك ده؟ مش ليه، قصدي ايه الدليل على كلامك؟ ان هم بيستقبلوا 3/4 المهاجرين غير الشرعيين القادمين للقاره. اثرت التضاريس على توزيع السكان بقاره اسيا. قال لك ان احنا عندنا مناطق مرتفعه الكثافه السكانيه وبتبقى في مناطق السهول الفيضيه زي سهول نهر اليانجستي والجانج والجزر ذات التربه الخصبه، عندك جزيره جاوا وجزر اليابان، بينما تنخفض الكثافه السكانيه في المناطق الجبليه والهضبيه ذات التضاريس الواعره يعني الصعبه والتربه الفقيره بقاره اسيا. 4 تختلف المشكلات السكانيه من دوله الى اخرى في قاره اسيا وقاره اوروبا. قال لك ان انت عندك دول بتعاني من انخفاض معدل المواليد وفي نفس الوقت زياده في عدد كبار السن زي فرنسا، ايطاليا، اليابان، كوريا الجنوبيه، وعندك دول بتعاني من النمو السكاني المتزايد وارتفاع الكثافه السكانيه، الصين، هند، اندونيسيا. طيب بيقول لك تتعدد جهود بعض الدول الاسيويه لمواجهه مشكله النمو السكاني المرتفع. بيعملوا ايه؟ قالت لك اول حاجه بيبنوا وحدات صحيه، مراكز خدمات، توفير وسائل تنظيم للاسره، تقديم حوافز ماليه ومعنويه، تمام، وتشجيع الاسره على الانجاب عدد قليل من الاطفال، توعيه الافراد بخطوره زياده الايه؟ السكانيه. في نفس الوقت التخطيط العمراني المستدام والاستثمار في الطاقه المتجدده عشان تحافظ على البيئه واستدامه الموارد. طيب تبذل الدول الاوروبيه والاسيويه العديد من الجهود لحل او مواجهه مشكله كبار السن. عملوا ايه؟ اول حاجه رفعوا سن التقاعد زي اللي عملته فرنسا، ابتدوا يعتمدوا على التكنولوجيا، تمام، ويقللوا الاعتماد على القوى البشريه، تقديم حوافز ماليه، اعفاءات ضريبيه عشان ايه؟ الاسر تخلف كتير، وتشجيع الهجره للدول اللي بتعاني من نقص في السكان. طيب اخر شكل عندنا اللي هو ما العلاقه؟ ايه العلاقه ما بين الموارد المياه العذبه في قاره اسيا والتوزيع السكاني؟ قال لك ان انت السكان في قاره اسيا بيتركزوا فين او بيعيشوا فين اكتر؟ في مناطق السهول الفيضيه اللي فيها ميه
عذبه زي نهر اليانجستي والجنج، بينما ينخفض السكان بالمناطق الصحراويه اللي بتتسم بالايه؟ بالجفاف وندره المياه. طيب 2 الظروف المناخيه والتركز السكاني في شبه الجزيره العربيه. الظروف المناخيه القاسيه زي الجفاف وصعوبه الطقس وكل الكلام ده اللي موجود في شبه الجزيره العربيه ادى الى انخفاض وندره تركز السكان بها لانها تعتبر منطقه صحراويه. طيب دلوقتي بقى يا اولادنا هنراجع على الدرس الثاني في الوحده الاولى، نبقى خلصنا اول جزء عندنا من الفيديو اللي هو خلصنا مراجعه الوحده الاولى باهم اسئلتها واهم تركاتها. ركز معايا عشان مشوارنا طويل وما تجريش الفيديو، واهدى عشان دي مراجعه خلاص المنهج بالكامل، الامتحان يا وحش. صلى على رسول الله. في الدرس ده المفروض بنتكلم حاجه اسمها الخصائص، خصائص السكان. قال لك ان خصائص السكان في قاره اسيا وقاره اوروبا بتختلف مش ثابته. طيب فاحنا عندنا تركيب نوعي ذكور واناث، عندنا تركيب عمري صغار سن وكبار سن وفئه سن العمل، عندنا تركيب الاقتصادي اللي هو بنصنف السكان على حسب الانشطه الاقتصاديه، تركيب لغوي على حسب اللغات، الخصائص التعليميه، مستوى التعليم في كل من قاره اسيا وقاره اوروبا، خصائص صحيه، تقدم في الرعايه الصحيه ولا انخفاض في الرعايه الصحيه، والخصائص الثقافيه اللي هي العادات والتقاليد والاكل والشرب وكل الكلام ده. فهنا الخصائص السكانيه في قاره اسيا وقاره اوروبا بتختلف. صلى على رسول الله. طيب احنا عندنا التركيب النوعي للسكان في قاره اسيا قال لك بيتسم بالتوازن. يبقى اسيا بيتسم بالتوازن النسبي، والسؤال ده مهم، السؤال ده مهم، السؤال ده مهم. تمام؟ يبقى قاره اسيا التركيب النوعي بيتسم فيها بالايه؟ بالتوازن النسبي، الاثنين قريبين من بعض بين الذكور وبين الاناث. طب قاره اوروبا قال لك بيتسم بزياده نسبه الاناث عن نسبه الذكور. ليه؟ قال لك الكلام ده من سنه 1950، وده سؤال بما تفصل وجاي ان شاء الله السنه دي. اهو اكتبها لك اهو. ان شاء الله. اشمعنى قاره اوروبا فيها عدد الاناث اكتر من عدد الايه؟ الذكور، بسبب انخراط قاره اوروبا في الحرب العالميه الثانيه. صلى على رسول الله. طب انا لما بتكلم على تركيب عمري بتكلم على 3 فئات، فئه صغار السن، فئه سن العمل، فئه كبار السن. قال لك فئه صغار السن في قاره اسيا قد ايه؟ قال لك 22% من اجمالي سكانها. طب قاره اوروبا قال لك 15 و7. طيب فئه سن العمل قال لك في الاثنين ثلثي السكان، تلتين. طيب بالنسبه لفئه كبار السن قال لك في اسيا عشر السكان، في اوروبا خمس السكان. طيب قال لك من المتوقع تنقص فئه سن العمل بقاره اوروبا وتزايدها بقاره اسيا. امتى؟ في العقود القادمه، في السنين القادمه. تمام؟ ومن المتوقع ان ترتفع نسبه كبار السن نحو ثلث سكان قاره اوروبا والى خمس سكان قاره اسيا بحلول سنه كام؟ 2050. طيب قال لك ان احنا بنتكلم عن حاجه اسمها بعد كده التركيب الاقتصادي. قال لك التركيب الاقتصادي قال لك بيهتم بنسبه العاملين في المجالات الاقتصاديه المختلفه، زراعه، صناعه، تجاره، خدمات اخرى، كل الكلام ده. طب تركيب لغوي قال لك اللغه بتاثر في قاره اسيا وقاره اوروبا على الهويه الثقافيه وكمان السياسيه. تمام؟ خصائص تعليميه يعني بتكلم على الانفاق على التعليم في قاره اسيا وقاره اوروبا. تمام؟ وقال لك لما بصينا ان ارتفع الانفاق العام على التعليم في قاره اوروبا وشرق اسيا، تمام، عن نسبه الانفاق العالمي، بينما انخفضت امتى؟ انخفض امتى الانفاق على التعليم؟ في جنوب شرق اسيا. برضه دي من الحاجات المهمه. خصائص صحيه قال لك تتمتع دول قاره اوروبا ودول شرق اسيا بمعدلات اطباء وممرضات تفوق، يعني بتعدي المعدلات العالميه، بينما تقل المعدلات بدول وسط وجنوب اسيا عن المعدلات العالميه. صلى على رسول الله. طيب يعني ايه بقى الاقتصاد الفضي؟ قال لك الاقتصاد الفضي ده هو اقتصاد يهتم بمجموع الانشطه الاقتصاديه، هو اقتصاد بيهتم بمجموع الانشطه الاقتصاديه. طب انشطه اقتصاديه هدفها ايه؟ قال لك هدفها تلبيه احتياجات مين؟ وطلبات مين؟ كبار السن. وده بيعزز الشيخوخه الصحيه والتي تعني العيش قصدي ان هم يعيشوا لاعمار طويله وبصحه جيده. صلى على رسول الله. طيب احنا لما بنيجي نتكلم على الخصائص
الثقافيه اللي موجوده في اسيا واللي موجوده في قاره اوروبا. اهم العادات والتقاليد والكلام ده كله اللي هو الانحناء المتبادل وطريقه اساسيه في التعبير عن الاحترام والتقدير. اشهر اكلاتهم السوشي. الحاجات دي مش محتاجه مراجعه، الحاجات دي محتاجه الشيف الشربيني. تمام؟ فدي افتح مفكرتك يا حبيبي اقراها، ماشي؟ عشان انا الحته دي بتجيب لي جلطه. يعني سابوا اهم الحاجات ولا. السوشي في اليابان، الكيميتشي في كوريا الجنوبيه، البيتزا ايطاليه، الكريب فرنسي. يا رب ارحمنا. خش بما تفسر على طول. تمام؟ بما تفسر، دراسه خصائص السكان لها اهميه كبيره. ليه؟ قال لك لان ده يعتبر هو العامل او المؤشر اللي بيدل على تقدم او تاخر الدول. تمام؟ وتحليل الخصائص دي بمثابه بوصله اللي بتوجه المسؤولين ان هم يخططوا لصناعه القرار الايه؟ البناء في المجتمع. طيب بما تفسر ارتفاع نسبه الذكور في دول الخليج العربي مقارنه بنسبه الاناث، او بما تفسر الارتفاع الطفيف لنسبه الذكور في قاره اسيا بسبب الهجره. ما دام شفت اسيا يبقى هجره. بالذات بيروحوا فين؟ دول الخليج. طيب انخفاض نسبه الذكور بقاره اوروبا عن الاناث، او ارتفاع نسبه الاناث عن الذكور بقاره اوروبا منذ 1950. ده مهم جدا. ولا مهم ما بيكتبش ليه؟ جدا. تمام؟ طيب ايه السبب؟ قال لك ان هو انخرطت دول اوروبا في الحرب العالميه الايه؟ الثانيه، وده افقدها الكثير من الشباب. طيب تتسم قاعده الهرم السكاني بقاره اسيا وقاره اوروبا بصفه عامه الاثنين بالضيق. الاثنين بصفه عامه بيتسموا بالايه؟ بالضيق بسبب انخفاض معدلات المواليد. طب 5 قال لك انخفاض نسبه صغار السن في قاره اوروبا عن قاره اسيا. قال لك بسبب انخفاض معدلات المواليد في قاره اوروبا مقارنه بقاره اسيا. طيب عدد الاطفال في قاره اسيا هم 10 اضعاف على الاطفال اللي موجودين في قاره اوروبا. قال لك ان سكان قاره اسيا حريصين على الزواج والانجاب، الزواج المبكر كمان. وكمان عندهم اتساع في شريحه الشباب اللي هم اصلا في سن الايه؟ في سن الزواج. طيب 7 ظهور مصطلح الاقتصاد الفضي بقاره اسيا واوروبا بسبب ارتفاع نسبه كبار السن، وان بعض الدول في قاره اسيا وقاره اوروبا ابتدوا يهتموا بتوفير الخدمات المختلفه، وابتدوا كمان يستعينوا بالتكنولوجيا. كل ده عشان يوفروا ايه؟ احتياجاتهم. 8 قال لك بتعاني بعض دول قاره اسيا من انتشار الامراض. طيب ده بسبب ايه؟ فقر وسوء تغذيه والعياذ بالله، ضعف البنيه التحتيه والصحيه، حروب وصراعات اللي بتعطل الخدمات الصحيه وبتزود من اخطار الايه؟ تفشي الامراض والاوبئه. صلى على رسول الله. ما النتائج؟ قال لك انخراط اوروبا في الحرب العالميه الثانيه من سنه 39 لحد 45 بالنسبه للتركيب النوعي. طيب قال لك اوروبا ايه اللي حصل لها؟ ان هي فقدت الكثير من شبابها، فبالتالي حدوث ايه اللي هيحصل؟ قال لك حدوث ارتفاع في نسبه الاناث عن الايه؟ عن الذكور. طيب 2 قال لك اهتمام دول قارتي اسيا واوروبا بصحه فئه صغار السن. طب ده هينتج عنه ايه؟ قال لك هيؤدي الى المساعده على ارتفاع العمر المتوقع بصحه جيده للاجيال الايه؟ الاجيال القادمه. طيب 3 قال لك تمثل نسبه فئه سن العمل بقاره اسيا وقاره اوروبا نحو ثلثي السكان. نحو ثلثي الايه؟ السكان. طيب ده معناه ايه؟ ان القارتين هيمتلكوا قوه عمل كبيره، هيمتلكوا ناس في سن العمل بعدد ايه؟ بعدد كبير، وده هيساعد على تدعيم ايه؟ اقتصادها، ان اقتصادها يكون قوي. طيب 4 سعي دول قارتي اسيا واوروبا الى الاهتمام بفئه كبار السن. تمام؟ ده نتج عنه ظهور حاجه اسمها الاقتصاد الفضي. طيب قيام دولة باكستان بفرض اللغة الأرضية كلغة رسمية، إن هو حصل احتجاجات في الأجزاء الشرقية من باكستان مما أدى إلى انفصاله. تمام؟ وأصبح هذا الجزء هو دولة بنجلاديش الآن. صلى على رسول الله. دلل. هنا بيقول لك تهتم دولة قارة آسيا وأوروبا بفئة كبار السن. ابتدت تعمل إيه؟ ابتدوا يوفروا لهم خدمات، يستعينوا بالتكنولوجيا عشان يوفروا لهم احتياجاتهم، يقدموا لهم دورات لتعلم الفئات العمريه او تعلم الفئه دي، الفئه من بقي باظ ولا ايه؟ تقديم دورات تعلم لتلك الفئه الايه؟ لتلك الفئه العمريه. طيب 2
تنوع الانشطه الاقتصاديه التي يمارسها سكان قاره اسيا واوروبا. قال لك ان انت عندك اللي بيشتغلوا في الزراعه حوالي خمس القوى العامله سواء بقاره اسيا، اما بقاره اوروبا فهم حوالي 4% من القوى العامله. الاثنين بيتفقوا مع بعض في النشاط الصناعي. النشاط الصناعي الاثنين ربع القوى العامله. تمام. والبقيه النسبه موجوده في الانشطه الايه؟ في الانشطه الاخرى. بيقول لك 3 تعد اسيا، تمام، القاره الاكثر تنوعا لغويا في العالم. قال لك بتضم قد ايه؟ قال لك اجمالي لغات العالم، وده بيخلي قاره اسيا ذات ثراء لغوي هائل. عندك انت لغه عربيه، لغه صينيه، لغه هنديه، لغه فارسيه، عندهم حوالي 2300 لغه. طيب تضم قاره اوروبا لغات ذات تاثير عالمي، رغم ان هم ما عندهمش لغات كتيره زي اسيا، او ما عندهمش تنوع لغوي كبير زي اسيا، لكن هم عندهم لغات مؤثره زي اللغه الانجليزيه، اللغه الالمانيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الاسبانيه، لغه ايطاليه. طيب في نفس الوقت اثرت اللغه العربيه على الهويه والثقافه والسياسه لبعض دول قاره اسيا. قال لك ساهمت في وحده الدول العربيه وثراء التراث الاسلامي العربي. لعبت اللغه دور مهم في ترسيم الحدود السياسيه بقاره اوروبا. السؤال ده مهم، السؤال ده مهم قوي، مهم جدا. تمام. قال لك هنا ترسيم الحدود بدول وسط اوروبا على اساس اللغه بعد الحرب العالميه الايه؟ بعد الحرب العالميه الاولى. 7 اهتمام دول قارتي اسيا واوروبا بتعليم كبار السن. قال لك ان هنا قدمت القارتان دورات لتعليم تلك الفئه العمريه، وده هينتج عنه ايه؟ قال لك ان هم هيكسبوا الثقه الذاتيه وهيتبادلوا كمان الخبرات، تمام، في معرفه حقوقهم وازاي يحموا نفسهم ويحموا حقوقهم. طيب 8 تعاني بعض دول قاره اسيا من انتشار بعض الامراض. عندك مرض الملاريا ده في المناطق الاستوائيه، الايدز والعياذ بالله ده فيروس نقص المناعه، الكوليرا شبه الكورونا كده، والالتهاب الكبدي والعياذ بالله فيروس سي. طيب بعد كده قال لك تؤثر الصراعات والحروب على انتشار الامراض في بعض قاره اسيا. ليه؟ لانها بتعطل الخدمات الصحيه. يبقى الدليل على كلامي ده ان هي الصراعات والحروب بتعطل الخدمات الصحيه، وده بيزود تفشي الامراض والاوبئه. طب 10 قال لك بتنتشر عديد من الامراض بقاره اوروبا. قال لك من اشهر الامراض دي القلب والاوعيه الدمويه، مرض السرطان، المرض السكري والعياذ بالله، امراض الجهاز التنفسي المزمنه. 11 تبذل قارتي اسيا واوروبا جهودا للحد من انتشار الامراض. ابتدت تعمل برامج وقائيه بالتطعيمات الدوريه، ابتدت تهتم بالبحث العلمي والمراكز الطبيه، تمام، ابتدت تشارك في المبادرات العالميه زي مبادره الامن الصحي العالمي، تمام، ابتدت يحصل تبادل بين الدول الاسيويه والاوروبيه في المعرفه والبيانات حول الايه؟ حول الامراض الوبائيه. 12 بتعتبر قارتي اسيا واوروبا من اغنى القارات ثقافيا وتاريخيا بالعالم. قال لك ان هي فيها مزيج من الحضارات القديمه والتراث المتنوع اللي بيمتد لالاف السنين. طيب تتميز الشعوب الاسيويه والاوروبيه بعادات وتقاليد راقيه. قاره اسيا عندها الانحناء المتبادل زي اليابان، كوريا الجنوبيه، وده دليل على الاحترام. قاره اوروبا لازم يشربوا الشاي بعد الظهر لان دي من اشهر التقاليد الشعب الانجليزي. مش عارف ازاي من معلومه زي كده ما كناش هنعرف نعيش. لازم الشاي مهم بعد الظهر. طيب قبل الظهر لا، بعد الظهر مهم، لازم تشرب شاي بعد الظهر. تنوع الحرف التراثيه بقاره اسيا وقاره اوروبا. قال لك ان انت عندك رسم على الخشب، صناعه فخار، صناعه حرير، صناعه سجاد يدوي، وصناعه زجاج. طب دلوقتي يا اولاد هنبتدي بقى ان احنا نراجع على الوحده الثانيه وجمال الوحده الثانيه وحلاوه الوحده الثانيه، وتسلم ايد اللي حط الوحده الثانيه. اول حاجه احنا بنتكلم فيها على الدرس الاول ان احنا عندنا سيدنا عمرو بن العاص اشار على الخليفه عمر بن الخطاب بفتح مصر، فوافق ساعتها وامر الخليفه بخروج جيش بقياده عمرو بن العاص. منين بقى؟ من فلسطين. يروح فين؟ لمصر. طيب ونجح جيش المسلمين ان هو يفتح المدن المصريه من العريش شرقا حتى الاسكندريه غربا. وساعتها عقد عمرو بن العاص صلحا مع مين؟ مع المقوقس. المقوقس ده هو مين؟ حاكم الروم، وتعرف ساعتها بصلح الايه؟ بصلح الاسكندريه. طب ايه شروط الصلح؟ ان تعقد هدنه مدتها 11 شهر، الا يقوم احد الطرفين خلالها باي عمل حربي، تمام، وان يتم ترحيل الحاميه الروميه عن طريق البحر،
وأن يحمل الجنود معهم متاعهم وأموالهم وهم آمنون، وألا يعود الروم مرة أخرى لمصر أو يحاولوا إيه؟ أو يحاولوا استردادها، وألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء، وأن يبقى اليهود بالإسكندرية. طيب بيقول لك كان الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول كانوا بيعينوا الولاة منين؟ من العرب، لحد العصر العباسي الثاني ابتدوا يتم تعيينهم من الفرس والإيه؟ والأتراك. طيب كان الوالي بيعيش فين؟ قال لك بدار الإمارة اللي أنشأها عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط. وقال لك كان الولاة في العصر العباسي الثاني بيتعينوا منين؟ من الفرس والأتراك. طيب كان القضاء من النظم الأدارية اللي استحدثها، يعني اللي عملوها المسلمون هنا في مصر ما كانش موجود النظام ده. طيب كان بيقوم على اساس ايه؟ الشريعه الاسلاميه. طب غير المسلمين قال لك فكان ليهم قضاؤهم قصدي ليه؟ الخاص. الا في حاله واحده، لو احتكموا راحوا للقاضي المسلم، وكان الخليفه هو الذي يقوم بتعيين القاضي، وكانت وظيفه القضاء من الوظائف الساميه اللي تحط بالهيبه مهمه، وكانت مجالس القضاء تعقد عاده في جامع عمرو بن العاص. قامت مصر بنهضه علميه عظيمه، وكانت اساسها او الدعامات بتاعتها الدين الاسلامي واللغه العربيه. في القرن الثاني الهجري ابتدى يظهر جيل من العلماء من اصل مصري وصاروا ائمه في القراءات والادب واللغه والتاريخ، ومصر بقت مركز لنشر العلم والثقافه، وده ساهم في بناء وتقدم الحضاره الاسلاميه. طيب يعني ايه عصر الولاة؟ عصر الولاة هي تلك الفتره التاريخيه التي تبدا بالفتح الاسلامي المصري سنه 21 هجريه. خلي بالك عصر الولاة ده ممكن يجي بنسبه كبيره، تمام؟ وقال لك بتنتهي بدايه تاسيس احمد بن طولون لاول دوله مستقله في مصر تحمل اسمه اللي هو اسم الدوله الطولونيه. وكانت مصر خلال تلك الفتره ولايه تابعه للخلافه الاسلاميه اللي هي الخلافه الراشده والخلافه الامويه والعباسيه. طيب احنا عندنا شخصيات مهمه. عمر بن الخطاب هو امير المؤمنين خليفه المسلمين الذي امر بخروج الجيش لفتح مصر اللي خرج منين؟ من فلسطين. عمرو بن العاص قائد الجيش المصري اللي قدر ان هو يضم مصر ويحولها الى ولايه اسلاميه، واول والي على مصر منح اهل مصر الحريه الدينيه. انشا مدينه الفسطاط وكمان مدينه الجيزه. اعاد حفر قناه اللي بتربط ما بين نهر النيل والبحر الاحمر وسميت بخليج امير المؤمنين. بنى اول جامع في مصر اللي هو بمدينه الفسطاط واللي عرف باسمه جامع عمرو بن العاص. طب معاويه بن ابي سفيان هو الخليفه الاموي الذي امر بانشاء دار صناعه السفن في بلاد الشام بمدينه عكا. عبد الملك بن مروان هو الخليفه الذي امر ان تكون الكتابه على النسيج المصري باللغه العربيه. عبد الله بن عمرو بن العاص ده من اشهر الصحابه اللي قاموا بتعليم المصريين اصول الدين بعد الفتح الاسلامي. صلوا بنا على النبي. طيب بما تفسر؟ قال لك اكتفى المسلمون بشغل بعض المناصب السياسيه في مصر بعد فتحها سنه 21 هجريا. قال لك ليشرفوا على الاداره بوجه عام. طيب 2 قصر مده حكم الولاة بمصر اثناء العصر العباسي الثاني. ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني. كانت خليفه الدوله الاسلاميه يتدخل احيانا في اختيار صاحب الشرطه. ليه؟ لان صاحب الشرطه كان ينوب عن الوالي في اداء مهامه في حاله في حاله غيابه عن منصبه. 4 قال لك بما تفسر ازدهرت التجاره بمصر خلال عصر الولاة؟ قال لك بسبب تقدم وازدهار الزراعه والصناعه. عمرو بن العاص قام بحفر القناه اللي بتربط ما بين نهر النيل والبحر الاحمر وسميت بخليج امير المؤمنين، ودي ساعد على تنشيط حركه التجاره بين مصر وبلاد الحجاز. عمرو بن العاص انشا مدينه الفسطاط لتكون عاصمه لمصر بدل من الاسكندريه التي تحتفظ او التي كانت بعيده وتحتفظ بطابعها البيزنطي. طيب ما النتائج المترتبه فتح عمرو بن العاص لمصر سنه 21 هجريه 641؟ طيب اللي مصر اتحولت من ولايه بيزنطيه مضطهده الى ولايه اسلاميه تابعه للخلافه الاسلاميه، وفي نفس الوقت اصبح عمرو بن العاص والي على مصر. طيب بما تفسر قيام عمرو بن العاص باعاده حفر القناه اللي تربط ما بين البحر الاحمر ونهر النيل؟ قال لك تنشيط حركه التجاره من مصر وبلاد الحجاز. طيب بما تفسر ما النتائج على مجيء الكثير من الصحابه الى مصر بعد الفتح الاسلامي بالنسبه للحاله العلميه؟ قال لك ان هم نتج عندها تعليم الشعب المصري اصول الدين الاسلامي لحد ما هنيجي في القرن الثاني وهيبتدي يظهر جيل من من العلماء والمفكرين. طيب ده اللي لم تبدا فكره نشر الاسلام في مصر
منذ عهد عمر بن الخطاب؟ لا، دي بدات منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعت ساعتها للمقوقس يدعو للاسلام. تمام. بعد كده اعيد التفكير في فتحها مره اخرى لنشر الاسلام لما اشار ساعتها عمرو بن العاص على الخليفه عمر بن الخطاب بفتحها. طيب، اكد صلح الاسكندريه على مبادئ الحريه الدينيه واحترام الاخر. صلح الاسكندريه كان بيضم حقوق لفئه اليهود والمسيحيين. تمام. ومن خلالها عمرو بن العاص تعهد الا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء وان يبقى اليهود في الاسكندريه امنين. في نفس الوقت بيقول لك منح صلح الاسكندريه الامان للحمايه الروميه قال لك كان من شروط الصلح ان يتم ترحيل الحمايه الروميه عن طريق الايه؟ عن طريق البحر، ويحمل الجنود معهم متاعهم واموالهم وهم امنون. اعطى عمرو بن العاص لاهل مصر مثالا لسماحه الاسلام. قال لك منح اهلها الحريه الدينيه وحرص على حمايه اموالهم واماكن العباده الخاصه بهم. 5. تعددت مهام صاحب الشرطه في مصر خلال عصر الولايه. مهمته الاولى الحفاظ على الامن الداخلي بمنع وقوع الجرائم، يعني يمنع اي وقوع اي جريمه، وفي نفس الوقت يقبض على الجناه، وفي نفس الوقت ينفذ العقوبات اللي يحكم بيها القاضي. لكن كان ليه مهمه ثانيه وهي بالانابه، بينوب عن الوالي في اداء مهامه في حاله ايه؟ في حاله غيابه عن منصبه، يعني بيبقى مكانه. طيب، بيقول لك اهتم المسلمون بشؤون الزراعه والري في مصر خلال عصر الولايه. عمرو بن العاص عمل ساعتها ايه؟ امر بانشاء مقياس على النيل. الامويين والعباسيين اهتموا بايه؟ بتوسيع رقعه الاراضي الزراعيه، ابتدوا يحفروا ترع وقنوات. يلا 7. بيقول لك حدث تغير في صناعه النسيج في مصر خلال حكم الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان. قال لك الدليل على الكلام ده ان الثياب المصريه كانت مزينه بالطراز البيزنطي. فساعتها جه عبد الملك بن مروان قال لا، لازم تكون الكتابه على الملابس المصريه والنسيج المصري باللغه العربيه. بيقول لك هنا الدليل ان تعددت المشروعات المائيه المرتبطه بنهر النيل خلال حكم عمرو بن العاص، ان هو عمل مقاييس على النيل واعاد حفر القناه اللي بتربط ما بين نهر النيل والبحر الاحمر وسماها ساعتها بخليج امير الايه؟ امير المؤمنين. يبقى هو كده عمل حاجتين لهم علاقه بمياه نهر النيل. طيب، كان للصحابه دور كبير في نشر العلم بمصر بعد الفتح الاسلامي. ان جه الكثير من الصحابه، من الصحابه بعد الفتح الاسلامي وابتدوا يعلموا الشعب المصري اصول ايه؟ اصول الدين الاسلامي. من اشهرهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. تمام؟ لحد ما يظهر في مصر نهضه علميه عظيمه وهيكون اساسها ايه؟ الدين الاسلامي واللغه العربيه. المصريين كانوا شطار جدا في صناعه السفن في عصر الولايه. ايه الدليل على ده؟ قال لك ان استقدم الخليفه الاموي معاويه بن ابي سفيان الخبراء من مصر للاستفاده منهم، عشان يستفيدوا منهم في دار الايه؟ في دار صناعه السفن الجديد اللي انشاها في بلاد الشام بمدينه عكا. طيب، اهتم العرب المسلمون بانشاء المدن المصريه. ايه الدليل على الكلام ده؟ انت عندك مدينه الفسطاط ومدينه الجيزه، مين اللي بناهم؟ عمرو بن العاص. حلوان في العصر الاموي. العسكر كانت عاصمه جديده في العصر العباسي. طيب، تعددت الادوار التي كان يقوم بها جامع عمرو بن العاص. ده مسجد ومدرسه دينيه وعلميه ومركز للقضاء. جامع شامل ضامن. صلى على رسول الله. بيقول لك ما العلاقه بين الفتح الاسلامي لمصر واوضاعها السياسيه؟ قال لك ان تحولت مصر بعد الفتح الاسلامي من ولايه البيزنطيه الى ولايه تبعيه اسلاميه. يعني هنا تغيرت تبعيتها السياسيه. تغيرت التبعيه الايه؟ السياسيه. قال لك ايه العلاقه ما بين خلفاء العصر العباسي الثاني والولاة في مصر؟ قال لك نظرا لضعف الخليفه العباسي او خلفاء العصر العباسي الثاني كان بيتم تغيير الولاة في مدة قصيرة. يبقى نظرا لضعف الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني كان بيتم تغيير الولاة في فترات ايه؟ قصيرة. طيب، عمرو بن العاص والتطور العمراني. عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط عشان تكون عاصمة لمصر. تمام؟ وبنى فيها أول جامع وسماه باسمه جامع عمرو بن العاص، وكمان بنى مدينة اسمها مدينة الجيزة. دلوقتي بقى يا أولاد هنخش على الدرس الثاني في الوحدة الثانية
الملامح الحضارية لبعض الدول المستقلة. مصر فضلت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية منذ فتحها المسلمون حتى العصر العباسي الثاني. ابتدت تظهر بعض الدول المستقلة. في عندك دول مستقلة اسميا مع الاعتراف بسيادة الخلافة العباسية أو الخليفة العباسي. زي مين؟ قال لك زي الدولة الطولونية والإخشيدية، الأيوبية والمملوكية. لكن في عندك دول مستقلة استقلال تام عن الخلافة العباسية، وهي الدولة الإيه؟ الدولة الفاطمية. طيب الدولة الطولونية مين مؤسسها؟ أحمد بن طولون. مين تاني حاكم ليها؟ ابنه خمراوية. تمام؟ مصر في أيام الدولة الطولونية كانت مركز قوة للعالم الإسلامي. دولة إخشيدية مين مؤسسها؟ محمد بن طاغر الإخشيد. مين تاني حاكم؟ كفور الإخشيد. طب دولة فاطمية قال لك أسسوها في بلاد المغرب، وده في أواخر القرن الثالث الهجري. تمام؟ ومن اشهر حكامها الخليفه المعز لدين الله الفاطمي. قال لك الفاطميين تركوا تراثا زاخرا في مصر. قال لك بقى في عندنا اثار معماريه وفنيه بالاضافه الى التاثيرات الثقافيه والاجتماعيه التي لا تزال موجوده في مصر حتى اليوم. قال لك الفاطميون ابتدوا يبنوا المساجد واتخذوها لنشر العلم والثقافه. قال لك الفاطميون ابتدوا يعاملوا الفلاحين معامله قائمه على حاجتين: التسامح والرعايه. مهمه التسامح والايه؟ والرعايه. ايه دار الانشاء؟ قال لك ده الدار المسؤول او الديوان المسؤول عن الكتب والرسائل التي كانت ترد من كافه الدول والحكام وتصدر عنه كافه المكاتبات والرسائل لكافه الدول والايه؟ والحكام. تعال نشوف الشخصيات. احمد بن طولون هو مؤسس الدوله الطولونيه. كان سياسي وقائد ماهر، تمام، وعنده اساليب الحكم، يعني عنده حكمه، عنده برضه في نفس الوقت خبره، وكان ماهر في اساليب الحكم اللي هو عارف ازاي يحكم، عارف ازاي يكسب الناس. في نفس الوقت شيد مدينه اسمها مدينه القطاع واتخذها عاصمه للبلاد. بنى جيش قوي حتى لا يعتمد على الخلافه العباسيه. وسع حدود دولته مع بلاد الشام والحجاز وبرقه الى برقه والنوبه. تمام. برضه وصل الى اسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي. في نفس الوقت حدد الموارد الاقتصاديه يخرب بيت كده في ايه حدد الموارد الاقتصاديه للايه؟ للبلاد حتى يقدر يستغلها. انا لازم اعدي الحته دي، انا اعديها في ايه؟ بقي بيبوظ هنا ليه؟ طيب الراجل ده برضو عمل على نشر العدل والامان والطمانينه بين الناس. انشا جامع وقناطر احمد ابن طولون. صلى على رسول الله. طب خمراويه؟ قال لك خمراويه ده يعتبر من حكام الدوله الطولونيه. اتولى الحكم بعد وفاه ابيه احمد بن طولون. حافظ على املاك الدوله الطولونيه، وطد علاقته، يعني دعم علاقته مع الخليفه العباسي لما جوز بنته قطر الندى للخليفه المعتاد بالله. طيب المكتفي بالله ده اللي بعت جيش بقياده واحد اسمه محمد بن سليمان الكاتب عشان يرجعوا تبعيه مصر للخلافه العباسيه، وبالفعل مصر رجعت للخلافه العباسيه. طب محمد بن طاغر الإخشيد ده واحد كان من قادة الأتراك للجيش العباسي. قدر ان هو يتصدى للجيش الفاطمي لما حاولوا يستولوا على مصر. تمام. فساعتها الخليفه العباسي عينه واليا عليها، واسس ساعتها الدوله الاخشيديه. اهم اعماله اعاد النظام والامن في مصر. اتخذ من مدينه العسكر عاصمه لايه؟ لدولته. طيب عندك بقى مين؟ عندك ابي القاسم انجور، ده ابن محمد بن طاغر الاخشيد. قال لك وصى له والده قبل وفاته بالولايه. تمام. بس هو كان سنه صغير، فجعل خادمه كفور الاخشيدي وصيا ايه؟ وصيا عليه. طيب كفور الاخشيدي قال لك اتولى الوصايه على ابي القاسم ابن محمد بن طاغر الاخشيدي، وابتدى يدير الدوله بعد وفاه محمد بن طاغر الاخشيدي. قال لك حافظ على ممتلكات الدوله، بنى مسجد اسمه مسجد الفقاعي بالمقطم. تمام. واتعرف بايه؟ بحبه للعلم والعلماء ورعايتهم، وكان بيجالسهم، كان بيقعد معاهم كتير. طيب المعز لدين الله الفاطمي ده واحد من خلفاء الدوله الفاطميه واشهرهم، اللي بعت ساعتها قائده جوهر الصقل لفتح مصر. تمام. وقال لك اهتم بتامين حدود دولته من الاخطار الخارجيه، وقدر ان هو يوسع حدود دولته لحد ما وصلت لبلاد الشام وبلاد الحجاز. طب جوهر الصقلي قال لك ده القائد المصري، او قائد الجيش الفاطمي اللي جه على مصر عشان يضم مصر للخلافه الفاطميه، ونجح في ده، وانشا مدينه القاهره لتكون عاصمه للدوله الفاطميه. ودي نفس الكلام. تمام. احنا دوله طولونيه العاصمه بتاعتها القطائع. طيب ايه مظاهر الحضاره بتاعتها؟ ان هو اسس جيش قوي، عمل بعض الدواوين زي ديوان الجيش، ديوان الانشاء.
تمام. ابتدى ينموا بعض الانشطه الاقتصاديه، الغوا العديد من الضرائب، اهتموا بالزراعه، طوروا الصناعه. طيب الدوله الاخشيديه كانت العسكر، تمام، تحقيق الامن، استقرار، سك دنانير، بتحمل اسم حاكم مصر واسم الخليفه العباسي. ليه؟ لان هنا مستقله اسميا، يعني انا بعترف بالخلافه العباسيه، بعترف بسياده الخليفه العباسي على مصر، لكن انا مستقل عنه استقلال اسمي فقط. تمام. وانشاء المستشفيات والسقايات ومسجد الفقاعي. طب مدينه القاهره دي كانت عاصمه مين؟ عاصمه الدوله الفاطميه، ودي دوله مستقله تماما عن الخلافه العباسيه، يعني مستقله استقلال رسمي. تمام. واتبنى ساعتها مدينه القاهره، واهم المساجد زي مسجد الازهر، وبنوا مدارس، مكتبات، وبنوا العديد من المدارس برضو زي المدرسه الحافظيه بالاسكندريه، وبنوا جيش واسطول قوي، عملوا عمله جديده للبلاد، احتفلوا بالاعياد والمناسبات الدينيه، ابتدوا يزرعوا اشجار الغابات عشان يستخدموها في صناعه السفن وتنشيط حركه التجاره مع البلاد الاسيويه والاوروبيه. كل ده عملوا ايه؟ الفاطميون. صلى على رسول الله. طيب بما تفسر بقى، نمسك واحده واحده، وتعود انت في اسئله التاريخ بما تفسر كده على الهادي خالص، وتهدى وتفهم السؤال عاوز منك ايه. بيقول لك بما تفسر ظهور الدول المستقله بمصر في العصر العباسي الثاني. هنا بسبب ايه؟ قال لك بسبب ضعف الخلفاء العباسيين بعد مصر، بعد مصر عن مقر الخلافه العباسيه. يبقى اول حاجه بسبب ضعف الخلفاء، وتاني حاجه ان مصر بعيده عن مقر الخلافه العباسيه. اهتم احمد بن طولون ببناء جيش قوي واسطول. ليه؟ قال لك عشان ينفذ مشروعاته واهدافه حتى لا يعتمد على الخلافه العباسيه. يخرب بيت الزن، تني تني تني. تمام. وقال لك في نفس الوقت يحافظ على حدود دولته. طيب بيقول لك هنا بما تفسر ضعف سقوط الدوله الطولونيه. قال لك هنا بسبب حدوث تنافس الامراء على الحكم بعد مقتل خمراويه. قال لك في نفس الوقت تدخل الجنود في شؤون الدوله الطولونيه. الخليفه العباسي ساعتها اللي هو المكتفي بالله بعت ساعتها قائد جيشه محمد بن سليمان الكاتب لاستعاده تبعيه مصر. نفس الكلام، لاستعاده تبعيه مصر. السؤال الرابع هو بيدور على نفس الفكره. 5. تنوع المظاهر الحضاريه في مصر خلال عصر الدوله الطولونيه. قال لك عشان هم كانوا حريصين على استقلال مصر سياسيا واقتصاديا عن الدوله العباسيه. طيب قيام الطولونيين بالغاء العديد من الضرائب. قال لك لتنميه الانشطه الاقتصاديه في البلاد في مصر. طيب رواج التجاره الداخليه والخارجيه في مصر في عصر الدوله الطولونيه. مصر كان موقعها وما زالت لحد دلوقتي موقعها موقع استراتيجي واستقرار البلاد. بناء قناطر احمد بن طولون في مصر. قال لك عشان يزود مدينه القطائع بالمياه. طيب اهتمام الطولونيين ببناء البيمارستان. قال لك لعلاج المرضى من العامه مجانا. طب بما تفسر ضعف سقوط الدوله الاخشيديه. قال لك مصر تولاها حكام ضعاف، تمام، وصغار السن بعد وفاه كافور الاخشيد. وقال لك انتشرت الفوضى في البلاد. الفاطميين ساعتها بعتوا جيش بقياده جوهر الصقلي لضم مصر. طب ليه الدوله الفاطميه اتسمت بهذا الاسم نسبه الى السيده فاطمه الزهراء؟ تتابعت محاولات الفاطميين، يعني توالت جم ورا بعض، حاولوا كتير للاستيلاء على مصر. تمام. ليه؟ او ليه الفاطميين كان عندهم رغبه في الاستيلاء على مصر بالذات؟ قال لك موقعها موقع جغرافي متميز، قريبه من بلاد الشام والحجاز اللي من يملكها اصبح الخليفه المسؤول عن حمايه كل المسلمين في العالم وفرة ثرواتها. كل ده جعلها صالحه لاقامه دوله مستقله تقدر تنافس وتقف قصاد الخلافه العباسيه. طب ليه جوهر الصقلي بنى مدينه القاهره لتكون عاصمه للدوله الفاطميه؟ طب ليه الفاطميين كانوا مهتمين ببناء جيش واسطول قويان؟ قال لك لانهم كانوا محتاجينهم في فتح بلدان جديده، في نفس الوقت يقدروا يحموا حدود الدوله، في نفس الوقت يقدروا ينشروا الامن والامان فيعم الاستقرار. طيب 15. زراعه الفاطميين اشجار الغابات في مصر. قال لك للحصول على الاخشاب اللازمه لبناء الاسطول الحربي والمراكب التجاريه. ما النتائج المترتبه على موقع مصر وبعدها عن مقر الخلافه في العصر العباسي الثاني؟ قال لك هنا ان الخلفاء العباسيين كانوا ضعاف، وده هينتج عنه ان هنا هيسعى بعض الولاة للانفراد بحكم مصر. تمام. وفي نفس الوقت هينتج عنه تاسيس بعض الدول المستقله امثال الدوله الطولونيه والاخشيديه والفاطميه.
طيب ضعف الدوله الطولونيه بعد مقتل خماره وهي نتج عنه ايه؟ قال لك الفوضى انتشرت في البلاد، الامراء ابتدوا يتنافسوا على الحكم، في نفس الوقت تدخل الجنود في شؤون البلاد، ارسال الخليفه العباسي المكتفي بالله محمد بن سليمان الكاتب تمام جيشه لاستعاده ايه؟ تبعيه مصر وعودة مصر للخلافة العباسية. طيب ما النتائج المترتبة على موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها في عصر الدولة الطولونية؟ قال لك نتج عندها رواق التجارة الداخلية والخارجية. مصر بقى فيها العديد من المدن ومراكز التجارة زي القطائع والعاصمة والاسكندرية. نجح محمد بن طاغ الإكشيدي في صد الجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر، نتج عن ده ان الخليفة العباسي شاف فيه القوة فعينه واليا على ايه؟ على مصر فأعاد النظام والأمن إليه. 5 ارسال الخليفه المعز لدين الله الفاطمي جيش بقياده جوهر الصقلي او ايه لا مش او نتج عن ده ايه؟ قال لك ان نجح ان هو يستولى على ايه؟ يستولى على مصر وفي نفس الوقت قدر ان هو ينهي تبعيه مصر للخلافه العباسيه. طب لما جه الخليفه المعز لدين الله الفاطمي اللي في مصر ده نتج عنه ايه؟ قال لك ان مصر اصبحت هي مركز للخلافه الفاطميه. طيب اهتمام الفاطميين بالعلم والعلماء، قال لك ان مصر اصبحت عباره عن جامعه علميه وفكريه وادبيه كبرى، ابتدى يجي لها العلماء من الشرق والايه؟ والغرب. طيب دلل، قال لك ان الدوله الطولونيه توسعت خلال حكم احمد بن طولون. طبعا وصلت لبلاد الشام والحجاز لحد برقه ومن النوبه الى حدود اسيا الايه؟ الصغرى لحد تركيا فوق في الشمال. طيب اهتمت الدوله الطولونيه بانشاء الدواوين. كان عندك انشاء زي ديوان الجيش تمام، واتعمل ديوان اسمه ديوان الانشاء اللي هو ليه علاقه بالرسائل والكتابات. طيب حرصت الدوله الطولونيه على تنميه الانشطه الاقتصاديه. طيب قال لك ان هو الغى الضرائب، اهتم بالزراعه، طور بعض الصناعات تمام، استغلال موقع مصر واستقرار البلاد في رواج التجاره الداخليه والخارجيه. تم بناء العديد من المنشآت العمرانيه بمصر في عصر الدولة الطولونية. طبعا عندك جامع أحمد بن طولون، قناطر أحمد بن طولون، البيمارستان اللي هو المستشفى. طيب 5 قامت الدولة الإكشيدية بتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي في مصر. قال لك ده هم عملوا إيه؟ إيه الدليل على الكلام ده؟ قال لك إن هم قضوا على الصراعات الداخلية فحصل استقرار زي ما قلنا فوق، وقدروا إن هم يقضوا على الأخطار الخارجية ويتصدوا للفاطميين أو الجيش الفاطمي. مصر شهدت ازدهارا واضحا في مختلف جوانب الحياه خلال عصر الدوله الاكشيديه. قال لك من خلال تحقيق الامن والاستقرار، سك دنانير تحمل اسم حاكم مصر واسم الخليفه العباسي، بناء القصور والاسواق والبيمارستان، انشاء السقايات تمام عشان يوصلوا المياه لسكان مدينه الفسطاط. ساعتها كافور الإكشيدي بنى مسجد اسمه مسجد الفقاعي في المقطم، الاهتمام بالعلم وتشجيع العلماء والادباء ومجالساتهم، واتعرف كافور الإكشيدي عنه بحبه للعلم والعلماء. طيب قام الخليفه المعز لدين الله الفاطمي بالعديد من الاستعدادات لضم مصر. قال لك ان هو ابتدى يمهد الطرق او يمهد الطريق من افريقيا، من افريقيا قصدي اللي هي تونس لحد ايه؟ لحد مصر. حفر ابار، عمل استراحات، درب الجيش بشكل ايه؟ بشكل جيد. طيب ايه الدليل؟ تعددت مظاهر احتفال الفاطميين بالاعياد والمناسبات. قال لك ان هم كانوا حريصين على الاحتفال او كانوا حريصين اثناء احتفالاتهم على نشر مظاهر البهجه والفرح بين الشعب المصري، تزيين الشوارع، توزيع الحلوى والطعام، اقامه المواكب الرسميه للخليفه وكبار رجال الدوله وغيرهم. طيب يقول لك دلل، نشطت حركه التجاره مع البلاد الاسيويه والاوروبيه في عصر الدوله الفاطمي. قال لك كان لمصر في عهدهم علاقات تجاريه مع العديد من الدول، وكانت الاسكندريه هي من المراكز الرئيسيه للتجاره. طب دلوقتي يا اولاد قال لك ان احنا هنراجع بقى الدرس الثالث والاخير في الوحده الثانيه، وان احنا هنتكلم على دولتين، الدوله الايوبيه والدوله الفاطميه. قال لك بعد انتهاء الخلافه الفاطميه تعاقب على مصر دولتان، هما الدوله الايوبيه والدوله المملوكيه. وكان معروف ان عصرهم او في العصر ده تعرض العالم الاسلامي لاخطار خارجيه زي الخطر الصليبي والخطر المغولي. الدوله الايوبيه قال لك ابتدت تواجه الصليبيين في اوروبا تمام. قال لك وابتدت الصليبيين ساعتها يجوا على مصر في عده حملات استمروا حوالي 200 سنه بيحاربون او بيبعتوا حملات. وبدات مواجهات المسلمين للحملات الصليبيه منذ اللحظه الاولى للهجوم على بلاد الشام. والايوبيون ساعتها قدروا ان هم يتصدوا للصليبيين، وقدروا ان هم يستردوا بيت المقدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين على ايد مين بقى؟
على ايد صلاح الدين الايوبي مؤسس الدوله الايوبيه. طيب بعد معركه حطين قال لك صلاح الدين الايوبي فتح العديد من المدن زي عكا، حيفا، صيدا. طب بعد كده قال لك تصدى ملوك الدوله الايوبيه للحملات الصليبيه المتتاليه على مصر. تمام، وده ادى الى نجاح المماليك في انهاء الوجود الصليبي في مصر. طب دولة المماليك قال لك ان هم قدروا يوصلوا للحكم واستمروا فيه على مدار قرنين ونصف من الزمان. تمام، وقدر ساعتها ان هم يتصدوا لخطر كبير وهو خطر المغول. وساعتها رفض السلطان سيف الدين قطز تسليم البلاد للمغول واعلن الجهاد ضدهم واتخذ بعض الاجراءات الدفاعيه. تمام، اول حاجه اللي هو عملها عزل المنصور علي، بعد كده عفى عن المماليك الهاربين قال لهم تعالوا، بعد كده تحالف مع بعض امراء الشام ووحد القوتين، بعد كده عمل اجتماع مع امراء المماليك وعلماء الدين الاسلامي، جمع الاموال من كل طوائف الشعوب، وفر الامن والسلام والاستقرار. تمام، وهيئ سبل العيش الكريم، ونظم الامور الاداريه، كل ده عشان يقدر يواجه الخطر المغول. وخرج ساعتها سيف الدين قطز على راس جيش متجها الى فلسطين، والتقى ساعتها بجيش المغول في منطقه اسمها عين جالوت، ودارت هناك معركه شديده، ودي كانت البدايه لصالح المغول، لكن في الاخر انتهت بانتصار بانتصار المسلمين. طيب ايه المقصود بالمماليك؟ قال لك دول الغلمان الذين كان يتم شرائهم وتدريبهم على فنون الحرب والقتال لاستخدامهم كفرق عسكريه في الجيش. طب المغول قال لك دي قبائل متفرقه متنازعه عاشت في منغوليا في اسيا، تمام، على الرعي والصيد، واتوحدت على ايد مين؟ على ايد جنكيز خان. صلاح الدين الايوبي ده من اصل كردي، نجح ان هو ينهي الخلافه الفاطميه، اسس الدوله الايوبيه، اعاد مصر ولايه تابعه للخلافه العباسيه، انشا قلعه الجبل بالقاهره، وانشا قلعه صلاح الدين بجزيره فرعون بطابه، نشر الامن والامان في مصر، عمل على توسيع حدود دولته، ليه فضل كبير في التصدي للصليبيين، وقدر يسترد بيت المقدس. تمام، وحد صفوف المسلمين قصاد مين؟ قصاد الصليبيين. قدر ساعتها ان هو يسترد بيت المقدس بعد احتلال دام 90 سنه، عمل صلح اسمه صلح الرمله مع ملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد. طيب اسد الدين شيركو قال لك ده عم صلاح الدين الايوبي اللي جه لمصر. ليه؟ قال لك جه على راس جيش ارسله ساعتها نور الدين محمود امير الشام، قال لك لحسم نزاع داخلي بين وزيرين مصريين هنا. طب ارناط قال لك ده امير حسن القرق في بيت المقدس، تمام، وده فرض الاتاوه على القوافل التجاريه، وهاجم على قافله كبيره للمسلمين كانت متجهه للقاهره واستولى عليها، حاول الهجوم على مقدسات المسلمين في مكه والمدينه. تمام، اسروا صلاح الدين وقتلوا جزاء غدره، يستاهل كلب. ريتشارد قلب الاسد ده ملك انجلترا قاد حمله صليبيه جديده من اوروبا مع ملك فرنسا، تمام، اللي مشي عشان حصل خلاف ما بينه وما بين ملك فرنسا، وامبراطور المانيا اللي غرق وهو جاي، فريتشارد قلب الاسد جه لوحده. طب الصالح نجم الدين ايوب ده احد السلاطين الدوله الايوبيه، ده اللي جاب المماليك لمصر وشاركوا في الحروب الدوله الايوبيه ضد الصليبيين. طوران شاه اخر السلاطين الايوبيين، وتخلص منه المماليك قتلوه. طب شجر الدر دي زوجة الصالح نجم الدين ايوب، وتولت حكم مصر بعد مقتل طوران شاه، تمام، واتجوزت عز الدين ايبك وتنازلت له عن العرش ليبدا حكم المماليك. تمام، المنصور علي ابن عز الدين ايبك يبقى هو تاني حاكم من حكام المماليك. تمام، وكان صغير السن، فكان سيف الدين قطز مربيا له ونائبا للسلطنه. طب سيف الدين قطز قال لك تولى حكم الدوله المملوكيه بعد ما عزل المنصور علي، اعلن الجهاد ضد المغول، فجمع الاموال لتجهيز الجيش والجبهه الاسلاميه، انتصر على المغول في معركه عين جالوت، قتل اثناء عودته من عين جالوت. جنكيز خان قال لك وحد القبائل المغول المتفرقه، تمام، وقاد الخطر المغولي، ربنا يولع فيه بجهاز. ظاهر بيبرس قال لك تولى حكم الدوله المملوكيه بعد مقتل سيف الدين قطز، تمام، احيا الخلافه العباسيه ومصر، واصبحت دوله المماليك تابعه للخلافه العباسيه هنا في مصر، وبنى مسجده المعروف باسمه، وبنى المدرسه الظاهريه بالقاهره.
دي ايه بقى؟ نخش على الاسئله المقالي. يلا بينا. بما تفسر مجيء صلاح الدين الايوبي لمصر ليه جه؟ قال لك جاء مع عمه اسد الدين شيركو على راس جيش. مين اللي ارسله؟ نور الدين محمود. مين نور الدين محمود ده؟ امير الشام. ليه؟ قال لك عشان يحسم نزاع داخلي بين وزيرين مصريين. طيب ليه صلاح الدين الايوبي بنى قلعه الجبل لتكون مقر الحكم ومكان لتدريب الجيش؟ طب ليه اتسمت الحملات الصليبيه بهذا الاسم؟ لانهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم. طيب اتجهت الحملات الصليبيه على الشرق الاسلامي. قال لك رغبه بابوات اوروبا في الاستيلاء على الاراضي المقدسه بالشرق، والملوك كانوا عايزين هناك يجوا يعملوا امارات مستقله لهم في الشرق ويستولوا على خيراتها، وسكان اوروبا من الطبقه الدنيا كانوا عايزين يتخلصوا من الازمات الاجتماعيه والاقتصاديه ويختنوا ويبقوا معاهم فلوس فييجوا يسرقونا. سبيل هي سبيل. طيب 5. نجاح الحمله الصليبيه الاولى في تحقيق اهدافها. انت عندك الخلافه العباسيه كانت ضعيفه وفي نفس الوقت ضعف الخلافه الفاطميه، فطبيعي الحمله الصليبيه الاولى هتنجح. طيب عقد صلاح الدين الايوبي هدنه مع بلدوين الرابع ملك بيت المقدس عشان يامن طرق الحجاج ويامن القوافل التجاريه بين مصر والشام. طيب صلاح الدين الايوبي تمسك بشرط حريه التجاره في الهدنه التي عقدها ملك مملكه بيت المقدس، لان الطريق بين مصر والشام كان يتعرض باستمرار لاخطار ناتجه عن القتال بين المسلمين وبين الصليبيين. لم تستمر الهدنه هدنه صلاح الدين الايوبي وبلدوين الرابع ملك بيت المقدس طويلا. ليه؟ عشان ارناط قام باختراق الهدنه، فرض الاتاوه على القوافل اللي بتجتاز القرق وهاجم قافله كبيره للمسلمين واستولى عليها، وكمان حاول يهجم على مقدسات المسلمين في مكه والمدينه. طيب خروج 3 ملوك من غرب اوروبا بحمله صليبيه جديده على الشرق الاسلامي او على المشرق الاسلامي بعد معركه حطين. قال لك هنا الهدف من ايه؟ قال لك استرداد بيت المقدس من يد المسلمين بعد ان فتحوا صلاح الدين الايوبي. طب 10. قال لك عقد صلح الرمله. ليه؟ ان هنا ريتشارد قلب قلب الاسد عجز عن مواصله الحرب ضد مين؟ ضد صلاح الدين الايوبي منفردا، فقرر ان هو يتصالح معاه. طيب الصليبيين كان عندهم رغبه في السيطره على مصر لان مصر هي منطقه او هي قلب المنطقه او قلب العالم الاسلامي او قلب العالم كله، واستطاع ساعتها لو هم استولوا عليها فهم كده بيقدروا ان هم يستولوا او يحافظوا على اسطولهم في البحر المتوسط، بقى بالنسبه لهم جروش. تمام؟ ويقدروا يقفوا قصاد الاسطول الاسلامي وفي نفس الوقت ان هم يقدروا يسيطروا على خيرات مصر. طيب اهتمام السلاطين الدوله الايوبيه بتاسيس جيش واسطول بحري قوي عشان يحمي حدود الدوله البحريه والبريه. طيب الايوبيون اثناء حكمهم لمصر ابتدوا يزرعوا الاشجار عشان يستخدموا الاخشاب بتاعتها في بناء السفن. طب ليه اهتم سلاطين الدوله الايوبيه بالتعدين؟ عشان يستخرجوا المعادن لتصنيع الاسلحه والمعدات. طب ليه سلاطين الدوله الايوبيه يهتموا بانشاء المدارس لنشر تعليم الاسلام؟ طيب 16. قيام سيف الدين القطز بخلع السلطان المنصور من الحكم بسبب ان سنه كان صغير وعدم قدرته على ترتيب الاوضاع اللي بتحتاج الى حزم، تمام، وقياده قادره على محاربه المغول. ازاي ده كان هيحارب المغول؟ طيب سيف الدين قطز عمل اجتماع مع امراء المماليك وعلماء الدين الاسلامي، قال لك لرفع الروح المعنويه، تمام، لمواجهه المغول. رغبة المغول في السيطرة على مصر، قال لك عشان هي كانت القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي اللي كانت بتهدد أمن المغول، وإنها كانت مقر كل المسلمين الهاربين من المغول، وكمان لها موقع استراتيجي متميز، فهي موجودة في قلب العالم القديم، وبتتحكم كمان في طرق التجارة العالمية، وهي البوابة المسيطرة أو هي البوابة لسيطرة المغول على شمال أفريقيا، ومن خلالها نقدر نسيطر على العالم كله، أو هم يقدروا يسيطروا على العالم كله. طيب ليه السلطان بيبرس قام بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة؟ قال لك عشان يوطد حكمه على العرش، يثبت حكمه. طب بما تفسر تدهورت الأحوال الاقتصادية دولة المماليك، قال لك اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول طريق التجارة من مصر إلى الدوران حول إيه؟ حول أفريقيا. في الوحدة الثالثة بقى هناخد برضه أهم التركات وأهم الأسئلة المقالي عشان ما نطولش على حضرتك في المراجعة، ويلا بينا. أول حاجة النشاط الزراعي، قال لك النشاط الزراعي في قارة آسيا وأوروبا بيتنوع تنوع كبير، وقال لك بيختلف في مساهمته في الاقتصاد في القارتين، وقال لك في نفس الوقت نسبة العاملين مش ثابتة مختلفة،
وقال لك النشاط الزراعي بقاره اسيا اللي بيشتغلوا فيه حوالي خمس القوى العامله. طب اوروبا قال لك 4%. طب قاره اسيا قال لك بتيجي في المرتبه الاولى من حيث مساحه الاراضي الزراعيه. طيب بينما قاره اوروبا المرتبه الثانيه. طيب ايه اهم المحاصيل؟ المنبهات، شاي، بن، كاكاو. عندنا محاصيل نقديه بتزرع من اجل تجاره، فلوس، ما اسمها محاصيل نقديه، فلوس. طيب في قاره اسيا لا، في محاصيل في قاره اسيا لا تزرع في قاره اوروبا، اللي هي المحاصيل الحاره. تمام. طيب ايه اهم المحاصيل؟ عندك في محاصيل ذات اهميه خاصه، نبات طبيعي، وده محصول مداري لا يزرع في اوروبا لعدم توافر المناخ لايه؟ لزراعته. طب ايه اهم المحاصيل الزيتيه؟ قال لك انت عندك الزيتون ويزرع في قاره اسيا وقاره اوروبا. في عندك نخيل الزيت يزرع في قاره اسيا. قال لك تعتبر قاره اسيا الاولى عالميا في تدهور الزراعه، ما شاء الله، بينما اوروبا السادسه. مساحه المراعي في العالم هي ضعف مساحه الاراضي الزراعيه. تمام. وقال لك قاره اسيا بتمتلك ثلث مساحه المراعي اللي موجوده في العالم، عشان كده هي بتاخد المركز الاول ما بين قارات العالم. قال لك طب قاره اوروبا بتاخد المركز السادس. طيب قاره اسيا وقاره اوروبا قال لك فيها اعداد كبيره ومتنوعه من الثروه الحيوانيه. طيب ثروه سمكيه، قال لك قاره اسيا بتاخد المركز الاول في الانتاج العالمي من الاسماك، وتاتي قاره اوروبا في المركز الثاني. وقال لك بتساهم المصائد الطبيعيه حوالي ثلث الانتاج السمكي في قاره اسيا، ونحو 3/4 الانتاج السمكي في قاره اوروبا. يعني التلت واحد بس في اسيا و3/4 الانتاج في قاره ايه؟ في قاره اوروبا. طب ايه اهم مناطق الصيد البحريه في منطقه؟ عندك مناطق شمال شرق وجنوب شرق اسيا، ومنطقه غرب وشمال غرب قاره اوروبا. مصايد داخليه، انهار، بحيرات، مزارع سمكيه، ثلثي الانتاج بقاره اوروبا. طيب قال لك اوروبا بتبتدي تبذل جهود كبيره جدا عشان تنمي الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه. ابتدت تشجع الزراعه الرقميه، الزراعه العضويه، ابتدت تستحدث اصناف جديده من المحاصيل مقاومه للجفاف والتغيرات المناخيه، ابتدت تحسن السلالات الحيوانيه، ابتدت تدعم الرعي المستدام اللي تحافظ على البيئه وتحافظ على التنوع البيولوجي، دعم صغار الصيادين والاستزراع السمكي. طيب ايه المقصود بالزراعه المختلطه؟ قال لك ده قيام المزارعين بزراعه وتربيه الحيوانات والدواجن لاغراض تجاريه واستهلاك محلي. طب زراعه رقميه، قال لك تحويل الزراعه التقليديه الى زراعه ذكيه بتعتمد على التقنيات الرقميه المتقدمه والبيانات الدقيقه، وتحسين كفاءه الانتاج المحاصيل الزراعيه وتحقيق الامن الغذائي. بسم الله. دي بقى ايه انواع الزراعه؟ احنا عندنا زراعه بسيطه دي موجوده في اماكن صغيره بجنوب شرق اسيا، وفي عندك الزراعه الكثيفه دي موجوده في المناطق المزدحمه بالسكان ومناطق السهول الفيضيه، وفي عندك الزراعه الواسعه دي تنتشر في المناطق الساحليه الواسعه زي كازاخستان، اوزبكستان في اسيا، اوكرانيا وروسيا الاتحاديه في اوروبا. زراعه مختلطه دي موجوده في مساحات كبيره في روسيا الاتحاديه وتركيا واوكرانيا والمانيا. دي المحاصيل بقى. القمح الأهمية بتاعته من أهم وأقدم الحبوب. الأرز من أهم الحبوب الغذائية في العالم وهو الغذاء الرئيسي لدول الشرق وجنوب شرق آسيا. الشيلم ده محصول شبه المحصول الرئيسي لصناعة الخبز لسكان الريف السهل الأوروبي. هتقولنا فين وتفسر فين؟ الحاجات دي بقى اللي هي إيه؟ المحاصيل والكلام ده كله والنسب والاهميه بتاعتها هي اساسا كده كده موجوده الحمد لله بفضل الله علينا على القناه. تمام. في درس الثروه الحيوانيه، قصدي في درس الزراعه الجزء الاول، ودرس الثروه الحيوانيه والسمكيه الجزء الثاني. فانت لو في اي حاجه محتاجها في النسب والاهميه هتلاقيها، بس عشان ما نطولش عليك احنا بناخد الاسئله المهمه عشان تكون المراجعه مفيده لحضرتك. تمام. لان اسئله بما تفسر هي اللي بالنسبه لنا ليها اهميه كبيره، هي والاسئله المقاليه والدلل والتركات اللي هي ليها علاقه بالاسئله الموضوعيه، اختر صح وغلط والكلام ده. تمام. يلا بينا. بما تفسر انخفاض نسبه العاملين بالنشاط الزراعي في قاره اوروبا. قال لك التوسع الكبير في استخدام الاساليب العلميه الحديثه، اتجاه العاملين بالنشاط الزراعي الى مهن اخرى. قال لك في نفس الوقت اسيا بتحصل على النصيب الاكبر من مساحه الاراضي الزراعيه في العالم، ولا قاره اسيا بتاخد المركز الاول مساحه الاراضي الزراعيه في العالم؟ اول حاجه مساحتها كبيره
كمان ان هي حولت منحدرات الجبال بتاعتها الى مدرجات زراعيه، يعني حتى الجبال زرعت فيها، يبقى مساحتها كبيره، وكمان حولت مدرجات الجبال الى مدرجات زراعيه او منحدرات الجبال الى مدرجات زراعيه. هنا تحويل الصين واليابان والفلبين واندونيسيا مساحات من منحدرات الجبال بهم الى مدرجات زراعيه، قال لك لتوفير الغذاء اللازم لعدد كبير من السكان. طيب تحتل قاره اوروبا المركز الثاني عالميا من مساحه الاراضي الزراعيه، قال لك عشان وقعها في مناطق العروض المعتدله باستثناء ايه؟ اطرافها الشماليه، عندها كمان تقدم علمي وتقدم تكنولوجي، توسعها في استصلاح الاراضي الزراعيه، قال لك بتحتاج الزراعه الواسعه لرؤوس اموال كبيره في قاره اسيا وقاره اوروبا، قال لك لتوفير الات زراعيه مد طرق نقل. قاره اسيا بتتميز بتنوع محاصيلها اكتر من قاره اوروبا، لانها عندها تنوع في الاقاليم المناخيه، ما دام انا عندي مناخ متنوع هيكون عندي تنوع فين؟ في المحاصيل. تساهم قاره اسيا بنسبه ضئيله من محصول الارز في التجاره الدوليه بسبب ان هي بتستهلك معظم الانتاج. قله مساهمه الذره الشاميه في التجاره الدوليه بقاره اسيا لانها بتستهلك معظم الانتاج برضه. يصعب زراعه محاصيل المنبهات في قاره اوروبا لانها محاصيل مداريه يوجد زراعتها لا يوجد انا اسف لا يوجد زراعتها او لا يجوز زراعتها، يخرب بيت دي كلمه انا مالي في ايه؟ لا يجوز زراعتها، يعني غير صالحه للزراعه في قاره اوروبا. ليه؟ لان اوروبا تقع ضمن المنطقه المعتدله المناخيه. طيب 10 الاهميه الاقتصاديه للمحصول المطاط، قال لك بيستخدم في صناعه الاطارات اللي هي الكاوتشات بتاعت العربيات او الطيارات. طب قاره اسيا بتاخد المركز الاول عالميا في اعداد الابقار، قال لك بسبب اتساع المراعي وتنوعها ووفره الاعلاف والرعايه البيطريه. 12 قال لك تراجع مساحه المراعي الطبيعيه في قاره اسيا واوروبا بسبب زحف العمراني والرعي الجائر والتوسع الزراعي. تبذل قاره اسيا واوروبا جهود كبيره عشان تنمي الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه بهدف تحقيق الامن الغذائي والتنميه المستدامه. طيب اتجاه الدول الاسيويه نحو الاستزراع السمكي عشان الزياده السكانيه، ما انا اكل كل دول منين؟ فانا لازم اعمل حاجه اكفي بيها احتياجات السكان، فهتوجه للاستزراع السمكي. النشاط الصناعي، قال لك تعتبر الصناعه الحديثه هي مقياس رئيسي لتطور الشعوب وازدهارها. فقال لك عادة ما تكون الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تطورا في الصناعة. قال لك الصناعة شهدت في بعض دول قارة آسيا تطور كبير بالذات في الفترات الأخيرة، وكانت أوروبا هي مركز أساسا للنهضة الصناعية الحديثة اللي غيرت وجه العالم، لأن الصناعة أو الثروة الصناعية بدأت من عندها. طيب وقال لك ابتدت تتنوع الصناعات في قارة آسيا وقارة أوروبا، ومنها الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية. فأنا عندي صناعات تعدينية دي موجودة في دول آسيا زي الصين والسعودية، وموجودة في دول أوروبا زي روسيا وأوكرانيا. وعندي صناعات خشبية دي موجودة في الصين وماليزيا في قارة آسيا، وفي قارة أوروبا ألمانيا والسويد. وعندي صناعات عصر الزيوت دي موجودة في قارة آسيا وبتاخد فيها كمان المركز الأول، وبتنتج حوالي أكتر من نصف الإنتاج، أهمهم أندونيسيا ماليزيا الصين. قارة أوروبا بتاخد المركز الثاني وأهمها روسيا أوكرانيا أسبانيا. إيه ده؟ سوري. طيب الصناعات التحويليه قال لك بتتقسم لنوعين، عندي صناعات تحويليه خفيفه وعندي صناعات تحويليه ثقيله. قال لك الصناعات التحويليه الخفيفه صناعات غذائيه، فواكه وخضروات وسكر وتعليب والكلام ده كله، واللحوم، صناعات غزل ونسيج، صناعات ملابس، صناعات سجاد. صناعات تحويليه ثقيله كيماويه وبتروكيماويه وصناعات معدنيه حديد وصلب. طب مين الدول الاسيويه؟ الصين ويابان. في اوروبا عندك المانيا وفرنسا. اقاليم صناعيه، انا عندي المناطق الصناعيه في الصين، وعندي مناطق صناعيه في اليابان، وعندي مناطق صناعيه في كوريا الجنوبيه. قال لك تعتبر الصين اكبر قوه صناعيه في العالم، فيها اكتر من 2000 تجمع صناعي، وبتحتل اليابان المركز الثالث عالميا من حيث اجمالي الناتج الصناعي العالمي. وعندك في المناطق الصناعيه في كوريا الجنوبيه هي بتاخد المركز الخامس من اقوى 5 دول في العالم. طيب الاقاليم الصناعيه في قاره اوروبا، انت عندك اقليم شرق اوروبا الصناعي، اقليم غرب وسط اوروبا الصناعي. اقليم شرق اوروبا قال لك بيضم المناطق الصناعيه في شرق اوروبا، اهمها المنطقه الصناعيه في روسيا، منطقه القوقاز وجبال الاورال ودونتس
ودونيتسك. دونيتسك الصناعيه في اوكرانيا. تمام. وعندك اقليم غرب وسط اوروبا الصناعي، قال لك بيضم مناطق صناعيه زي منطقه الرور غرب المانيا، منطقه حوض لندن، تمام، جنوب المملكه المتحده، ومنطقه اللورين شمال شرق ايه؟ فرنسا. طب التجاره، قال لك النشاط التجاري من اهم الانشطه الاقتصاديه في دول قاره اسيا واوروبا. قال لك انت في عندك حاجه اسمها تجاره السلع اللي هي الصادرات والواردات، وفي عندك حاجه اسمها تجاره الخدمات التجاريه الدوليه. قال لك بتصنف الخدمات التجاريه لاربع فئات: نقل، سفر، خدمات متعلقه بالايه؟ بالسلع. الخدمات التجاريه، قال لك اوروبا بتاخد المركز الاول عالميا في الخدمات، في تجاره الخدمات، بعديها على طول اسيا. طيب دوله الصين بتاخد المركز الاول في العالم كله وفي اسيا في التجاره الدوليه للسلع وتجاره الخدمات. طيب المانيا بتاخد المركز الاول اوروبيا ورقم 3 عالميا. طيب ايه المقصود بالثوره الصناعيه؟ هي تحولات علميه تكنولوجيه في طرق صناعه تحول الانتاج الايه؟ الصناعي من اساليب البدائيه في الحرف التقليديه الى اساليب الايه؟ التكنولوجيا المتطوره. ده بيؤدي الى زياده سرعه الانتاج وكمان مضاعفته عده مرات. طب الاقليم الصناعي عندك دي مساحه جغرافيه كبيره بتضم داخلها العديد من المناطق الصناعيه، وقال لك في كل منطقه مجموعه متنوعه من الصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض. انا عندي الثوره الصناعيه، عندي الثوره الصناعيه الاولى في نهايه القرن ال 18 اعتمدوا ساعتها او ظهر حاجه اسمها المحرك البخاري على ايد واحد اسمه جيمس وات. طب الثوره الصناعيه الثانيه القرن العشرين، طيب استخدموا فيها الطاقه الكهربائيه. الثوره الصناعيه الثالثه من السبعينيات من القرن العشرين، الكترونيات وتكنولوجيا وانترنت. ثوره صناعيه رابعه بدايه القرن الواحد وعشرين، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وكل الكلام ده. طب الثوره الصناعيه الخامسه قال لك ظهرت في 2017. طيب بما تفسر تاخر انتقال الثوره الصناعيه الاولى الى دول اسيا؟ بسبب الاستعمار الذي احتل معظم دول القاره. طيب اعتماد المفوضيه الاوروبيه مصطلح الثوره الصناعيه الخامسه ليه؟ قال لك عشان يحقق التوازن ما بين الانسان والتكنولوجيا، ويحافظ على استهلاك الطاقه، ويحقق الاستدامه البيئيه. تشتهر منطقه لورين شمال شرق فرنسا بصناعه الحديد والصلب والصناعات الالكترونيه. طيب عشان عندها خامات الحديد اللازمه لصناعه الحديد والصلب، وجود الرواسب الضخمه والاملاح والبوتاسيوم اللازمه للصناعات الكيماويه. تضم منطقه دونتسك وفي اوكرانيا اكبر مصانع حديد وصلب ومصانع قطارات والات زراعيه بسبب قربها من الحقول الفحم ومناجم الحديد، وكمان فيها مصادر متنوعه من الايه؟ من الطاقه الكهربائيه المتجدده وغير المتجدده. احنا هنا بنركز على اسئله بما تفسر. اسئله ما النتائج بتكون عكسها، اسئله دلل هي بتكون اثبات برضه بما تفسر. تمام. فهو زي ما بيقولوا كده البطل بتاع اهم الاسئله في المراجعات دي. احنا بنحاول نختصر لكم عشان ما تملش وانت بتتفرج، او معظمكم بينام مننا اصلا. ربنا يهديكم، انتوا جيل ما يعلم به الا ربنا. فاحنا بنحاول ان احنا نلم لكم كل الافكار، وبنحاول ان احنا ما نطولش عليكم في وقت الفيديو عشان ما تزهقش. مش عارف هتزهق في ايه، انت قاعد في البيت بتتفرج الدنيا زي الفل، الحياه حلوه، مش عارف مالك، بس هو الجيل الجديد كده. ارحمنا يا رب. طيب وضعت الحكومه بعض الدول الاسيويه والاوروبيه عده سياسات تنمويه في مجال الصناعه بهدف ان تحقق تنميه مستدامه. طب ايه اهميه تجاره الخدمات او تجاره الخدمات التجاريه الدوليه؟ ليها ضروره للدول المتقدمه والناميه. قال لك لانها بتساعد على تحسين الانتاج المحلي الاجمالي وتحقق النمو الاقتصادي. يا الله. النشاط السياحي برضه لو في عندك اي اسئله اي استفسارات حضرتك سيبها لنا في الكومنتات، تمام، واحنا هنجمع كل الاستفسارات اللي هي المتشابهه وممكن نعمل لكم فيديو ليها مع فيديو ليله الامتحان. تمام. فما تقلقش من اي حاجه، احنا معاكم وربنا معاكم قبل الكل. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على النشاط السياحي. قال لك قاره اسيا وقاره اوروبا تعتبر من ابرز المناطق السياحيه او المقاصد السياحيه في العالم. قال لك ان هي فيها تنوع طبيعي وحضاري فريد. قال لك بتتمتع قاره اسيا واوروبا بتوفر عديد من المقومات الجغرافيه والطبيعيه والبشريه، واللي ساعدت على تنشيط حركه السياحه. طب ايه مقومات السياحه؟ مقومات طبيعيه، مقومات بشريه. طب المقاومه الطبيعيه موقع جغرافي، مظاهر، سطح،
وبعد كده عندك مناخ، حياه نباتيه وحيوانيه، مقومات بشريه، مواقع تاريخيه، تنوع اجتماعي، شبكات بنيه تحتيه، تسهيلات الضيافه والاقامه. تتميز العديد من مناطق قاره اسيا واوروبا باعتدال مناخها معظم ايام السنه، عشان كده بقى يجي لها عدد كبير من السائحين. فيها كمان تنوع في مظاهر السطح في قاره اسيا وقاره اوروبا. برضه في نفس الوقت ده هيساعدها على تنوع انماط السياحه، يبقى فيها انواع كتير من السياحه. تمثل منطقة الحضارات القديمة والآثار في قارة آسيا وقارة أوروبا واحدة من أهم المقومات البشرية للجذب السياحي. قال لك تتميز قارة آسيا وأوروبا عن باقي قارات العالم بتنوع اجتماعي وثقافي، تمام؟ من فنون وغناء وموسيقى ورسم ونحت. قال لك برضه في نفس الوقت دول قارتي آسيا وأوروبا حريصة على إقامة مهرجانات مختلفة زي مهرجان سابورو للثلج في اليابان، وده بيعكس ثقافتها وتراثها. قال لك في نفس الوقت بتتميز قاره اوروبا بتسهيلات الضيافه والاقامه، من حيث نجد بقى قال لك العديد من السلاسل الفندقيه العالميه، تمام، والقرى والمنتجعات السياحيه، تمام، المتطوره، وده اللي بيميزها عن قاره اسيا اللي فيه جزء منها متطور وجزء اقل تطورا. طيب قال لك اوروبا بتحتل المركز الاول ما بين قارات العالم من حيث عدد السائحين وعدد المواقع الاثريه. طب ايه امثله للمواقع الاثريه؟ قال لك انت عندك في قاره اسيا مدينه البتراء، مدينه القدس القديمه واسوارها في فلسطين، محميات دب الباندا سيشوان العملاق. في قاره اوروبا انت عندك بقى مدينه البندقيه، عندك حديقه فاتنا كوكول الوطنيه، عندك المساكن المعلقه حول جبال الألب. طيب انا دي تهمني، ايه الجهود اللي بتبذلها الدول الاسيويه والاوروبيه عشان تنمي السياحه؟ قال لك ان هي تتجه الى السياحه المستدامه وتقلل معدل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، فبتعتمد على الطاقه الايه؟ النظيفه. في نفس الوقت ان هي تشجع السياحه البيئيه وتضع قواعد صارمه لممارسه الايه؟ السياحه مع الحفاظ على البيئه. تحدث وتطور البنيه التحتيه وتستخدم وسائل النقل الصديقه للبيئه. اطلاق نظام التاشيره الالكترونيه في بعض الدول زي الامارات وتركيا. السعي لتطبيق التاشيرات الموحده بين مجموعه من الايه؟ من الدول. طيب بما تفسر تعد قارة أوروبا من أكثر قارات العالم جذبا للسياح. موقعها متميز، مناخها معتدل، فيها تنوع مظاهر سطح، فيها تنوع نباتات وحيوانات بشكل كبير، تمام، فيها مواقع تاريخية وأثرية، فيها تنوع ثقافي واجتماعي، كمان تطور بنيتها التحتية وشبكات النقل. وفود السائحين إلى مناطق شرق آسيا وسواحل بلاد الشام، أو تعتبر تركيا من المناطق الجاذبة للسياحة بسبب اعتدال مناخها معظم ايام السنه. وفي نفس الوقت تعد الحياه النباتيه والحيوانيه بقاره اوروبا مصدر جذب سياحي. ليه؟ لانها تعتبر من المقومات الطبيعيه واللي بتساعد على جذب السائحين بجمال الطبيعه، بتجذب السياح، تجذبني انا نفسي، انت اجذوبه. 4. وضع القوانين لحمايه المحميات الطبيعيه والمتنزهات الوطنيه بقاره اسيا عشان يحققوا السياحه البيئيه المستدامه اللي ما بتضرش البيئه. طيب 5. سهولة تحرك السائحين من مكان لآخر بين دول قارة أوروبا، لأن البنية التحتية في معظم أنحاء أوروبا بتتسم بأنها حديثة ومتطورة، حيث تربط دولها شبكات نقل واسعة متنوعة بين الطرق السريعة والسكك الحديدية. تعد مدينة البتراء من أشهر المواقع التاريخية لأنها كانت مأهولة بالسكان في فترات ما قبل التاريخ، وهي مقسومة إلى نصفين، نصف تم بناؤه ونصف تم حفره داخل الجبال، وفيها تختلط تأثيرات التقاليد الشرقية القديمة مع الهندسة اليونانية القديمة. طب ايه أهمية مدينة القدس القديمة في فلسطين؟ قال لك فيها مسجد قبة الصخرة اللي تم بناؤه في القرن الكام؟ السابع الميلادي، واللي بتضم أجمل الأشكال الهندسية والنباتية. فيها كنيسة القيامة، فيها حائط البراق اللي صعد بيه رسول الله، اللي وجد عليه ساعتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي وجد هناك عند حائط البراق، لا هناك طائر البراق اللي صعد به الى السماء العلى في حادثه الاسراء والمعراج. صلى على رسول الله. طيب تمثل مدينه البندقيه بايطاليا مقصدا سياحيا عالميا. بتمثل مقصدا سياحيا ايه؟ عالميا. قال لك بتعتبر مدينه البندقيه من مواقع التراث العالمي. ليه؟ قال لك لانها مدينه تاسست في ايطاليا امتى؟ في القرن الخامس الميلادي، فوق ايه؟ ارخبيل يعني جزر، وبتتكون من 118 جزيره. وقال لك المدينه كلها تحفه استثنائيه وتبدو كانها تطفو على الميه، كانها عايمه فوق الميه كده. طيب
ادراج المساكن المعلقه حول جبال الألب ضمن المناطق التراث العالمي الشهيره، او الشهره السياحيه للمساكن المعلقه حول جبال الألب لانها بتضم بقايا مستوطنات ترجع لعصور ما قبل التاريخ. واتبنت هذه المساكن امتى؟ على ضفاف البحيرات والانهار والاراضي الرطبه التي كانت موجوده في تلك الفتره التاريخيه. ايه بقى اهم التريكات برضو واهم اسئله بما تفسر اللي موجوده في درس المنظمات الاقليميه في اخر درس في الوحده الثالثه؟ قال لك ان انت تعتبر عندك المنظمات والاتحادات في قاره اسيا، ومن اهمها احنا عندنا حاجه اسمها مجلس التعاون الخليجي. قال لك ده يعتبر احد اشكال التعاون الاقليمي في قاره اسيا، تم انشاؤه سنه 1981. وقال لك مجلس التعاون بيعمل على تحقيق التنميه الاجتماعيه وكمان الاقتصاديه بين الدول الاعضاء. عملوا اسواق خليجيه مشتركه، الاستثمار في قطاعات جديده زي الزراعه والسياحه. اللي سوري يا جماعه، اس دي يا كريم، اس ده يا عمر. طلعت مني كده ازاي؟ قيام، المفروض كنت اقول قيام تليع. ايه اللي ايه يعني؟ يا نهار اسود، ايه اللي انا قلت ده؟ طيب. قيام دول المجلس بتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق وتسهيل الايه؟ وتسهيل التجاره، تحسين جوده الحياه لجميع مواطني دول المجلس، وتمكين المراه والشباب، والقضاء على كافه اشكال العنف ضد الاطفال، والسعي الى التحول الى الاقتصاد الاخضر، وان احنا بدل ما نعتمد على الطاقه الاحفوريه نعتمد على الطاقه النظيفه. الاتحاد الاوروبي قال لك بيضم 27 دوله اوروبيه بعد خروج بريطانيا. تمام؟ وقال لك بيعيش فيهم حوالي نصف مليار نسمه مختلفين في اللغه والثقافه. طيب ايه ادوار الاتحاد؟ ان هي عايزين يحققوا السلام، ونجحوا في ده في ارساء مبادئ السلام بعد الحرب العالميه الثانيه. تحقيق التنميه الاقتصاديه في الاتحاد، يعتبر قوه اقتصاديه وتجاريه كبيره على مستوى العالم. طيب احنا عندنا رابطه دول جنوب شرق اسيا، عندك ايسان، دي تعتبر موجوده فين؟ قلنا في جنوب شرق اسيا. محمد هلال في نفسي اهو، ما احنا لسه قايلينها فوق. تمام؟ وتعتبر منظمه اقليميه اسيويه تاسست سنه 1967، وبدات بخمس دول: اندونيسيا، ماليزيا، فلبين، سنغافوره، تايلاند. ووصلت حاليا ل 10 دول بجنوب شرق اسيا، وبيعيش فيهم حوالي 700 مليون نسمه. طيب تتبادل الدول الاعضاء بالرابطه رئاستها لمده عام واحد على التوالي، والرابطه بتعمل في مجالات متعدده زي نشر السلام، التصدي للجرائم الالكترونيه، انشاء منطقه تجاره حره ما بين الدول الاعضاء، بناء هويه اقليميه مشتركه. مش عايزين المقارنه دي، هي نفس الكلام اللي قلناه فوق. يلا بينا نخش على اهميه بما تفسر. أهمية إنشاء المنظمات الإقليمية والاتحادات الدولية ليه؟ عشان تعزز المصالح المشتركة، تحقق التنمية والسلام، وضع رؤية أفضل للمستقبل الأجيال القادمة. طب بما تفسر حصول الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل سنة 2012 تقديرا لجهوده في تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا. طبعا كمان بيساهم الاتحاد ببعثات عسكرية في مناطق الأزمات حول العالم. الاتحاد الأوروبي تمام بيضع استراتيجيه اوروبيه للطفل. ليه؟ قال لك عشان يضمن وصول الاطفال المحتاجين للتعليم والرعايه والتغذيه والسكن الملائم. احنا لازم نقف جنب الاطفال. ده الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اللي هم اساسا اساس خراب العالم، الدول اللي هي اساسا واقفه بتتفرج على اللي بيحصل لاخواتنا. صح. يلا بينا، يلا. 4. استخدام الاتحاد الاوروبي لشعار متحدون في التنوع. ده تأكيد ان الاتحاد الاوروبي قوته في تنوعه، على الرغم من ان هم ثقافاتهم مختلفة ولغاتهم مختلفة لكنهم متحدين مع بعضهم. طب ايه اهمية توقيع مصر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي؟ قال لك لانها تستهدف تخفيض الرسوم الجمركية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. تمام؟ على المنتجات الصناعية والزراعية. 6. إنشاء منطقة تجارة حرة ما بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا بهدف إلغاء قيود الجمركية، وده بيعزز التبادل التجاري والاستثمار. طب مصر ليه وقعت توقيع مصر ورابطة إيسان لمعاهدة الصداقة سنة 2016؟ قال لك لتحسين جودة الحياة أو الجودة الإنتاجية، تحسين الجودة الإنتاجية بمصر بمجالات الصناعة المشهورة في دول الرابطة، خاصة في مجال الاستزراع السمكي. طيب دلوقتي بقى في مسك الختام واخر درسين في مراجعه المنهج كاملا، احنا بنتكلم على مصر تحت الحكم العثماني. كانت الدوله العثمانيه هي تعتبر من اهم الامبراطوريات القويه في العالم في مطلع القرن 16، وابتدت تتوسع الدوله العثمانيه وضمت مناطق عديده.
طيب فلقت ان القوة المتنافسة على الزعامة الإسلامية في الوقت ده كان قصادها اتنين، الصفويين والمماليك، بالإضافة كده كده احنا عارفين ان الدولة العثمانية موجودة. ومصر قبل خضوعها للدولة العثمانية كانت تابعة أساسا لدولة المماليك، وهي كانت مقر الإيه؟ مقر دولة المماليك. ومرت العلاقات العثمانية المملوكية بمراحل مختلفة انتهت في الآخر بالصدام العسكري. واستولى ساعتها سليم الأول على إمارة إيه؟ ذي القادر، ومن بعدها ابتدى يحصل الخلاف لحد ما إيه؟ ضم الشام ومصر لحكم الدولة العثمانية. طيب الدولة العثمانية لما جت مصر قال لك عملت حاجة اسمها نظام إداري، استحدثت نظام إداري جديد زي الوالي والحماية العثمانية وأمراء المماليك والديوان. وقال لك كان مقر الوالي القلعة، وتراوحت مدة ولايته من سنة ل3 سنين. تمام. بعد كده دخل العثمانيين مصر، أصبحت مجرد ولاية بتعتمد على مواردها الداخلية، وكمان أحوالنا الاقتصادية تدهورت، وكمان ضعفت قدرتها على بناء المنشآت الضخمة. تمام. وبقى عندنا في الوقت ده آثار قليلة زي ايه؟ زي سبيل وكتاب خسرو باشا بحي النحاسين بالقاهره. طيب هم مين الجنود المرتزقه دول؟ قال لك دول افراد تتقاتل لصالح دول معينه مقابل اجر مادي، مقابل الفلوس، وليس لهم ولاء، ما لهمش ولاء لحد، ما لهمش ولاء لحد. زي صاحبك كده اللي بيقعد يقول لك ما بذاكرش ما بذاكرش، هو بيذاكر، هو ملوش ولاء غير لنفسه ومصلحته، لكن انت اللي عبيط، خليك عبيط كده في الدنيا. طيب الملتزم قال لك ده شخص مسؤول عن جمع الضرائب من الفلاحين وتوريدها الى مين؟ السلطان العثماني. وكان منصب الملتزم يورث لابنائه، يعني انا ملتزم وابني ملتزم وكلنا ملتزمين مع بعض. طيب سليم الاول ده احد سلاطين الدوله العثمانيه، انتصر على الصفويين، ضم اماره ذي القادر، وانتصر على المماليك، وضم ولايه مصر. تمام. وضم مصر، اصبحت مصر ولايه عثمانيه، وضم الحجاز الى حكمه، وسيطر على اليمن، وكمان اصبح خليفه المسلمين. عشان دي مهمه، هو مش هيقول لك مش هيجيبها لك صريحه، بس دي مهمه، هو كان بيسعى كده اصلا. طيب قنصوة الغوري كان احد سلاطين المماليك، وهزم على ايد مين؟ على العثمانيين في معركه مين؟ مرجدة. ضرب، كان ضرب من كله، ده ما شاء الله عليه. تمام. طب تومان باي ده احد سلاطين المماليك، وتولى حكم مصر بعد قنصوة الغوري، وقاد المماليك في معركه الريدانيه، وهزم فيها وقبض عليه وتم اعدامه. طب علي بيك الكبير احد امراء المماليك، واستقل بحكم مصر عن الدوله العثمانيه، وقاد حركه علي بيك الكبير، واخضع شبه الجزيره نفوذه، لكن الحركه فشلت بسبب مين؟ خيانه محمد بيك ابو الدهب اللي اتحالف مع السلطان العثماني وعينه والي على مصر، ومات بعدها بسنتين. رخيص. مراد بيك وابراهيم بيك قال لك ده يعتبر من امراء المماليك اللي سيطروا على مصر وقسموا مصر لجزئين، مراد كان بيحكم الجزء الشمالي او البحري، وابراهيم كان بيحكم الجزء القبلي. طبعا دي المعارك، والمعارك مهمه. معركه مرج ضابط كان بينه مين؟ عثمانيين ومماليك بقياده القنصوة الغوري. طب نتائج هزيمه المماليك ودخول العثمانيين مدينه ايه؟ حلب، واستيلاء العثمانيين على ايه؟ على الشام. طيب معركه الريدانيه برضو عثمانيين ومماليك، بس سليم ومين؟ وتومان باي، انتهت بايه؟ بدخول العثمانيين مصر، وتحولت مصر الى ولايه عثمانيه تابعه للدوله العثمانيه. طب انا عندي في حاجه اسمها الديوان الكبير والديوان الصغير، ما هي دي كانت برضو من عناصر الحكم هنا في مصر ايام الدوله العثمانيه. الديوان الكبير كبار رجال الجيش والعلماء والقضاة. طب بيجتمعوا امتى؟ في القضايا المهمه والكبيره، يعني مش على طول. طب الديوان الصغير كبار الموظفين في الولايه، وكان بيجتمعوا يوميا بقصر الوالي متابعه شؤون الايه؟ شؤون الدوله. طيب بما تفسر شهدت مصر والشام فتره من أسوأ فترات حكم المماليك قبل مجيء السلطان العثماني. قال لك ده احنا كان عندنا تدهور احوال اقتصاديه، فرض ضرائب باهظه، اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، ده نصيبه. طيب مساعده العثمانيين للمماليك في حربهم ضد البرتغاليين. قال لك لان العثمانيين كانوا ينظرون للمماليك على انهم زعماء العالم، يعني دول هم الزعامه، فاحنا لازم نساعدهم. تمام. وقال لك طب ليه تدهورت العلاقات العثمانيه المملوكيه بعد موقعة جلدران؟ قال لك لان المماليك رفضوا ان هم يتحالفوا مع العثمانيين عشان يحاربوا مين؟ الصفويين. يبقى انا اساعدك هنا وانت تغدر بيا هنا، يبقى اديك على وشك. طيب بيقول لك تحول العلاقات ما بين العثمانيين والمماليك من علاقات وديه الى تنافس ثم صدام. هنا توسع الدوله العثمانيه وتعاظم شعبيتها ابتدت تكبر. تمام. نتيجه ايه؟ فتح العثمانيين للقسطنطينيه والتنافس على زعامه العالم الاسلامي.
رفض المماليك التحالف مع العثمانيين لمحاربه الصفويين. ضم العثمانيين لاماره ذي القادر التابعه للدوله، دوله المماليك، لحكمهم. طيب السلطان سليم الاول ضم اماره ذي القادر التابعه للحكم المملوكي الى دولته. ده بسبب ايه؟ قال لك بسبب، هو كان بيقول الاسباب دي بتاعته، تمام، بسبب غاراتها المتقرره على القوافل العثمانيه، بيضايقونا، تمام، ومنع مرور امدادات الحرب التابعه للعثمانيين عبر اراضيها المتوجهه لمحاربه الصفويين. يعني بتقعدوا كل شويه يهجموا علينا، وكمان ما مش مخلينا نعدي الامدادات بتاعتنا عشان نحارب الصفويين كويس. طيب خروج قنصوة الغوري سلطان المماليك على رأس الجيش إلى بلاد الشام لمواجهة العثمانيين بعد ما استولى السلطان سليم الأول على إمارة ذي القادر. اعتماد السلطان طومان باي على الجنود المرتزقة والعبيد في مواجهة العثمانيين لسد نقص القوة البشرية في جيش المماليك. طيب اتجاه السلطان سليم الأول السيطرة على اليمن بهدف إن هو يخلي البحر الأحمر بحيرة، بحر يخليه بحيرة. بحيرة إيه؟ إسلامية آمنة من أي أخطار تهدده. الأراضي المقدسة، تمام، وطرق التجارة بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية في أوروبا. طيب هزيمة المماليك في معركة مرج ضابق والريدانية. قال لك العثمانيين كانوا بيمتلكوا أسلحة حديثة ومتطورة ما كانش يعرفها المماليك، زي البارود والمدافع. تنظيم الجيش العثماني في شكل فرق وانضباطه وتماسكه قصدي، تمام. قلة عدد جنود في جيش المماليك مقارنة بالجيش العثماني. انسحاب بعض امراء الجيش المماليك وانضمامهم للجيش العثماني، خونة يعني، تمام. الخطط العسكرية التي وضعها السلطان سليم الأول كانت خطط في قمة الذكاء والخداع. طيب 4. وضع العثمانيين نظام إداري وسياسي جديد لمصر، أو قيام العثمانيين بتقسيم السلطة في مصر إلى عدة هيئات لضمان بقاء خضوع مصر وعدم استقلالها عن مركز الخلافة العثمانية وصعوبة المواصلات في الوقت ده. يعني هي كانت بعيدة، مصر كان موقعها بعيد، فأنا هضمن منين إن مصر هتفضل خاضعة عليا؟ إن أنا أقسم السلطة ما بين كذا حد، اللي هو والي وديوان وحماية عثمانية، وكمان هخلي المماليك يشتركوا كمان في الحكم، ان هم يديروا الاقاليم بسبب خبرتهم. كسر مده حكم الوالي حتى لا ينفرد بحكم مصر. طب ليه العثمانيين طرق العثمانيين عده فرق عسكريه في مصر؟ قال لك عشان يحافظوا على النظام ويدافعوا عن البلاد ويجمعوا الضرائب. ابقى السلطان العثماني سليم الاول على بعض المماليك لاداره شؤون الاقاليم. ليه؟ قال لك بسبب خبرتهم الطويله في اداره شؤون البلاد وحفظ التوازن ما بين الوالي والحمايه العثمانيه ومنع اي واحد منهم الاستبداد بحكم مصر. طب ليه تدهورت الزراعه في ظل الحكم العثماني؟ لان سليم الاول او السلطان العثماني اعتبر نفسه هو مالك جميع الاراضي، وكانوا الفلاحون بيزرعوها مجبورين بالاجبار، ما كانش لهم الحق في التصرف فيها او بيعها او شرائها ولا حتى توريثها، تمام. وابتدى يفرض ضرائب بايظه على الايه؟ على الفلاحين. وكان مين اللي بيجمعها؟ الملتزم. وهنا في نفس الوقت ان الطبقه الحاكمه اهملت تنميه موارد الايه؟ موارد الدوله ومشروعات الري، فمفيش حد بيعمل مشروعات ري، فبالتالي الزراعه خربت. طب ليه تدهورت الصناعه؟ بسبب تدهور الزراعه، وبسبب كمان ان سليم الاول ارسل امهر الصناع من مصر الى ستانا اللي هي اسطنبول. طب ليه السلطان العثماني نقل امهر الصناع والحرفيين للاستانه للمشاركه في بناء عاصمه الدوله العثمانيه؟ ايه اللي انا عملته ده؟ للمشاركه في بناء الدوله العثمانيه. طيب تدهورت التجاره في مصر خلال حكم الدوله العثمانيه بسبب تدهور الزراعه والصناعه. وعندنا سبب من قبل ما جاي الدوله العثمانيه، او من قبل ضم مصر للدوله العثمانيه، وهو اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، افتقار الامن، وتعرض قوافل التجاره لقطاع الطرق واهمال الطرق البريه. تأخر مصر عن النهضة العلمية بأوروبا خلال الحكم العثماني بسبب فرض العثمانيين العزلة على مصر، واقتصر التعليم على الكتاتيب والأزهر الشريف. طب ما كانت الأزهر الشريف نفسها فضلت زي ما هي ولا تراجعت؟ لا تراجعت. ليه؟ قال لك لأنهم اقتصروا الدراسة فيها على العلوم الإنسانية والشرعية، وإهمال التدريس العلوم الطبيعية والرياضيات والطب. طيب فعلا المماليك نفوذهم عادد ونجحوا في استعادة حكم مصر. طب سبب إيه؟ قصر مدة حكم الولاة، وده ادى لضعف نفوذهم واستعادة المماليك جانب كبير من قوتهم. في نفس الوقت النزاع المستمر ما بين الولاة العثمانيين والجنود. اتحاد المماليك واختيار زعيم بينهم هو حاكم القاهرة، ويسمى في الوقت ده بمنصب شيخ البلد. طيب نجاح حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بحكم مصر
فتره من الزمن بسبب انشغال الدوله العثمانيه في الوقت ده كانت مشغوله بحروبها مع ايه؟ مع روسيا. يعني هي بتتضرب هناك وانت رحت تشيك تشيك مدينا على وشنا. تعالوا نبص بينا على درس الحمله الفرنسيه فين؟ نلم برضه في اهم النقاط اهو. صلوا بينا على رسول الله. احنا دلوقتي في اخر درس برضه هنلم فيه التريكات وهنلم فيه اشهر اسئله بما تفسر. تمام؟ قال لك فكره استيلاء فرنسا على مصر راودت ملوك فرنسا منذ القرن الكام؟ ال17، يعني فكره من زمان جدا. وانتهت في الاخر بالحمله الفرنسيه على مصر سنه كام؟ 1798. وقال لك طب ايه اسباب الحمله؟ قال لك احنا عندنا نوعين من الاسباب، اسباب معلنه واسباب الاسباب المعلنه غير حقيقيه. اسباب حقيقيه هي دي اللي احنا ما قلناهاش. الاسباب المعلنه اللي هي غير حقيقيه ان فرنسا جت قالت لك عشان خاطر احمي الرعايا والتجار الفرنسيين، أأمن مصالحهم التجارية، أحرر مصر من حكم المماليك، أعمل حكومة وطنية، إدخال مظاهر المدنية والحضارية الحديثة لمصر. طيب إيه الحقيقة بقى؟ قال لك إن فرنسا كانت عايزة تسيطر على طرق التجارة بين الشرق والغرب وتقلل نفوذ البريطانيين في الشرق، إن هي تقطع طريق تجارتها للهند وفي نفس الوقت تستفيد من موارد مصر ومن موقعها فتتحول لمركز إيه؟ لمركز للتجارة فرنسا مع الشرق. طب اسباب سياسيه، دي الاسباب الاقتصاديه. طب الاسباب السياسيه قال لك ان فرنسا كانت عايزه تسيطر على البحر المتوسط وفي نفس الوقت هتعمل مستعمره في الشرق هتكون قاعدتها في مصر، وده يعوضها عما فقدته في العالم الجديد قصاد مين؟ قصاد بريطانيا، واقامه امبراطوريه فرنسيه في الشرق. طب الحمله الفرنسيه خرجت من فين؟ قال لك من ميناء طولون سنه 1798. طب وصلت الحمله الى اسكندريه ونابليون وجد اهلها يحتشدون للدفاع عنها بقياده مين؟ حاكم الاسكندريه محمد قرايم اللي تم اعتقاله وبعد كده اعدامه. وصلت القوات الفرنسيه زحفها لحد ما دخلت القاهره وساعتها التقوا بقوات مين؟ المماليك اللي هو المفروض مين؟ مراد بك. وقامت بينهم معركه شبرخيت ومعركه امبابه وانتهت بهزيمه المماليك، وبكده الفرنسيين كانوا دخلوا القاهره، لكن دخلوا وحصل هناك مقاومه اهل الصعيد وبعدها ثوره القاهره الاولى، واتخذوا من الازهر الشريف مكان للايه؟ للثوره او مقر للايه؟ للثوره. هنا الاحتلال الفرنسي هيسقط ولا يخمد الثوره؟ لا، اخمد الثوره وتفرغ نابليون لتحصين مصر ضد غارات العثمانيين، وحاول اللي هم ساعتها كانوا عايزين يحاولوا ان هم يرجعوا مصر تاني. فعملوا معاهده مع بريطانيا وروسيا واتفقوا فيها ان هم هيبعتوا حملتين او جيشين لمصر. لما نابليون عرف كده خد بعضه وراح راح فين؟ عمل حملته على الشام اللي فشل. ونابليون ساب الحمله ومشي وترك امر الحمله لمين؟ لكليبر. كليبر كان من انصار الرحيل بسبب ايه؟ بسبب تناقص اعداد الجيش وفي نفس الوقت مقاومه المصريين ومقاومه المماليك ومساعده وحصار الجيش قصدي البريطاني او الاسطول البريطاني للسواحل المصريه. فكل ده كان مخلي كليبر عايز ايه؟ عايز يمشي، فعمل معاهده او عمل اتفاقيه اسمها اتفاقيه العريش سنه 1800، لكن برضه فشلت ومات كليبر. جه مينو، ولما جه مينو في الاخر قالوا له والنبي ما انت قاعد ولا هتاكل فينو. ما انا مش لاقي لها كلمه على نفس الوزن بصراحه. وخرجت الحمله الفرنسيه سنه 1801. ودي نفس الشخصيات اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي. تمام؟ في شخصيه ما ذكرناهاش، احنا عندنا نيلسون هو قائد الاسطول البريطاني اللي بريطانيا قالت له تتبع اسطول الحمله الفرنسيه لحد ما وصلت لمدينه الاسكندريه، ونجح ان هو يدمر الاسطول الفرنسي في معركه ابو قير البحريه. طب احمد باشا الجزار هو قائد او حاكم عكا. كليبر عمر مكرم ده قائد ثوره القاهره الثانيه. طيب مين هو اللي تولى قياده الحمله؟ طب مين اللي نجح في فك رموز حجر رشيد وعرفنا اللغه المصريه القديمه؟ شامبليون. دي معركه شبرخيت ومعركه امبابه اللي مراد وابراهيم اتروقوا فيهم وطبعا انتصروا علينا. ودي ثوره القاهره الاولى اللي هو نابليون بونابرت. هنا في ثوره القاهره الاولى كان قائد الحمله نابليون، في ثوره القاهره الثانيه كان قائد الحمله كليبر. طب هنا ثوره القاهره الاولى ايه اسبابها؟ فرض ضرائب، قتل محمد قرايم، تفتيش البيوت بحثا عن الاموال، هدم الكثير من المباني بحجه ايه؟ تحصين القاهره. طب هنا ثوره القاهره الثانيه المصريين ادركوا ضروره التخلص من الحمله الفرنسيه بانفسهم، ده محتل ولازم يمشي من غير ملجا لا على العثمانيين ولا مماليك ولا بريطانيين ولا ايا كان. تمام؟ لان كل واحد فيهم هيكون له مصلحه، وقت المصلحه هيبقى ايه؟ خلاص بقى مش مهم انت،
تمام. هنا القوات الفرنسيه اخمدت الثوره، هنا القوات الفرنسيه اخمدت الثوره. تمام. يبقى في الاثنين اخمدوا الثوره وقتلوا الكثير من الثوار، وهنا هدموا الكثير من المباني وفرضوا ضرائب. طب في ثوره القاهره الاولى دخلوا الجامع الازهر بخيولهم الكلاب. طيب بما تفسر اعاد نابليون حملته على مصر سرا حتى يتجنب معرفه الاسطول الاحتلال البريطاني، او تجنب معرفه الاسطول البريطاني بامر الحمله، عشان الاسطول البريطاني ما يعرفش الحمله دي رايحه فين، فيقوم رايحين وراه دب دب، فتقوم الضربه ما بينهم، وطبعا بريطانيا هي اللي هتكسب. تمام. لان بريطانيا اسطولها اقوى من اسطول فرنسا. طب اصطحب نابليون في حملته على مصر مجموعه كبيره من العلماء، قال لك ان هو كان عايز يخلي الحمله طابع حضاري كده، وفي نفس الوقت يدرس مصر ويدرس كيفيه استغلالها. طب ليه نابليون فشل يسيطر على اهالي الصعيد؟ بسبب مقاومه اهالي الصعيد وحروبهم المتفرقه، ان هم كانوا بيتبعوا الحروب المتفرقه والمعارك، المناوشات والمعارك المتفرقه، قصدي مناوشات ومعارك متفرقه، يعني بالبلد يضرب واجري. تمام. ضد القوات الفرنسيه، ودي انهكت يعني اضعفت القوات الفرنسيه. طب 4 قيام ثوره القاهره الاولى باكتوبر سنه 1798، فرض الضرائب الباهظه يعني كتير، قتل الفرنسيين للسيد محمد قريم بتفتيش البيوت بحثا عن الاموال، هدم الكثير من البيوت والاثار والمساجد والمباني بحجه تحصين القاهره. طب ليه نابليون خرج بحمله على الشام؟ رغبته في لقاء الجيش العثماني القادم من الشام والقضاء عليه هناك قبل ان يصل لمصر. طب ليه نابليون فشل في اقتحام عكا؟ اول حاجه مقاومه اهلها بقياده احمد باشا الجزار، بطل من ابطال المقاومه. تمام. دعم الاسطول البريطاني لهم. في نفس الوقت انتشار الامراض بين الجنود، هرشوا بقى وجالهم جرب وبتاع. 7 رحيل نابليون لفرنسا سرا تاركا الحمله لنائبه كليبر بسبب تدهور اوضاع فرنسا وتحالف الدول الاوروبيه ضدها، عملوا عليها حصار. طيب كليبر عمل اتفاقيه سنه 1800 سميت باتفاقيه العريش، او رغبه كليبر في رحيل الحمله الفرنسيه عن مصر، لان كليبر ادرك ضروره المغادره. تمام. لصعوبه مواجهه الاخطار التي تهددها من كل جانب، مقاومه هنا ومقاومه هنا وثورات هنا وثورات هنا وتناقص اعداد الجيش وبلاوي زرقاء كتير جدا ومحاصره قوات بريطانيه، فلازم ان هو كده هو محاصر وفي اخطار بتهدد القوات الحامله الفرنسيه، فلازم يطلع. فشل اتفاقيه العريش ليه؟ لان بريطانيا رفضت التوقيع على الاتفاقيه ومطالبتها بتسليم الفرنسيين، ان هم يسلموا نفسهم كاسرى حرب، يخرجوا كاسرى حرب. يعني انت عايز تخرجنا قدام الناس كلها وتقول ان انا انا ضربك، وتسليم اسلحتهم. فرفض كليبر هذه المطالب وهجم عليهم وقال لهم بخ. 10 تمسك مين قائد الحمله الفرنسيه ببقائه في مصر؟ قال له كان هو بيعتقد ان هو يقدر يحقق المشروع الاستعماري، ان هو يحول مصر الى مستعمره فرنسيه. طب بما تفسر رحيل الحمله الفرنسيه عن مصر سنه 1801؟ قال لك بسبب ارسال بريطانيا اسطولا بحريا جديد الى بوئير وانضمام الجيش العثماني اليه، وده ادى لهزيمه الجيش الفرنسي واضطروا للخروج. وفي الاخر قال لك لم يسمح الفرنسيون للمصريين بالعمل في المصانع اللي هم عملوها هنا، لان هم بصراحه زي ما الحمله الفرنسيه لما احنا قلنا في فيديو الشرح، تمام، ممكن ترجع ليها تلاقيها على القناه، تمام، لما قلنا ان الحمله الفرنسيه كان لها اثار سلبيه وكان لها اثار ايجابيه. الاثار الايجابيه ان هي كانت صدمه حضاريه، فوقتنا، عرفتنا، قالت لنا بصوا شوفوا اتفرجوا، ده في مصانع، ده في شغل، ده في حضاره، ده في ثوره صناعيه، ده في تقدم، ده في تمام. بس في نفس الوقت لما جم عملوا عندنا المصانع قال لك ما شغلوش مصريين ليه؟ قال لك حتى لا تتسرب اسرار الصناعه. طب ليه فشل محاوله شق قناه السويس في عهد الحمله الفرنسيه على مصر؟ قال لك بسبب خطا في الحسابات بين مستوى البحرين الاحمر والمتوسط. وكده بقى اولادنا احنا نكون خلصنا شرح، قصدي شرح لا مش شرح، عيدها تاني. بكده بقى اولادنا احنا نكون خلصنا مراجعه المنهج بالكامل لاهم الاسئله في الصف الثاني الاعدادي. اتمنى تكون المراجعه خفيفه على قلوبكم، واتمنى ان انت ما تكونش جريتها يالا، ولا دي مراجعه ليله الامتحان مش درس، دي مراجعه مهمه. وبحبكم في الله، بحبكم طول الحياه، وما تنساش تصلي على الرسول عشان تكون طالب على السهول. يلا سلام.